السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك وطلبة تانية ثانوي، عاملين ايه؟ اخباركم؟ ورب تكونوا بخير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. خلصنا المرة اللي فاتت في المحاضرة الأولى للصف الثاني الثانوي إن احنا خدنا أنواع الروابط الأيونية والتساهمية، وإزاي نعرف نفرق ما بين الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية من خلال الفرق في السلبية الكهربية. وعرفنا ان الرابطه الايونيه كان لها شرطين لازم يتوفروا، ما ينفعش شرط واحد منهم، اللي هي لازم تكون بين فلز ولا فلز وفرق السلبيه الكهربيه اكبر من 1.7. علشان لو توفر واحد بس اللي هو فلز ولا فلز بس فرق السلبيه الكهربيه اقل من 1.7 بتغلب عليه الخواص التساهميه. تمام. ووصلنا لنهايه الفيديو المره اللي فاتت ان انواع الرابط التساهميه كان في رابطه نقيه، رابطه تساهميه نقيه، رابطه تساهميه غير عضويه غير قطبيه، ورابطه تساهميه قطبيه. وعرفنا من الفرق بينهم ازاي من خلال الفرق في السلبيه الكهربيه. وقفنا اخر حاجه عند ازاي بعمل نموذج لويس النقطي. النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى هنكمل المسار ان احنا نخلص شرح باذن الله تعالى الافكار اللي بتبين او النظريات اللي بتبين الرابط التساهميه باذن الله تعالى مع بعض. يلا بينا. هنبدا النهارده من اول نموذج لويس النقطي، هنعيد عليه تاني سريعا. لو عايز ارسم نموذج لويس النقطي برسمه ازاي؟ وليكن مثلا عندي ذره اكسجين، العدد الذري بتاع الاكسجين بكام؟ و8. لازم نوزع الاكسجين بين قاعده مبدا البناء التصاعدي 1s2 2s2 2b4. طب انا كنت زمان بوزع، بقول ايه نموذج لويس النقطي؟ بنوزع الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير على هيئه نقاط. طب دي مستويات فرعيه، هجيب المستويات الرئيسيه ازاي منها؟ حاجه عند ال1 اس في 1 ثانيه، لا فقلنا ده كي، ال2 وال2 يبقى ده مين؟ يبقى ده ال. يبقى مين مستوى الطاقه الرئيسي الاخير اللي هو ال، اللي فيه كام الكترون؟ اللي هو فيه 2 و4، يبقى كام؟ يبقى 6. بنحط الاو، ولما بنحط الاو بنعمل ايه؟ بنوزع حواليها الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير اللي هم كام؟ اللي هم 6 في الاتجاهات الاربعه الاصليه، شمال جنوب شرق غرب، شمال جنوب. كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا عملنا نموذج لويس النقطي لذره مين؟ لذره الاكسجين. طب انا عايز اعمل نموذج لويس النقطي لذره الان، النيتروجين. الان بكام؟ الان ب7. لازم نوزع 1s2 2s2 2b3. تمام كده؟ 1s2 2s2 2b كام؟ 2b3. 1s2 2s2 2b3. طب مين هنا؟ ده 1s، في 1 الثانيه؟ لا ده ده كي. ادي 2 وال2، يبقى ناخد مع بعض الاثنين بمين؟ بال. المستوى الطاقه الرئيسي الاخير اللي هو مين؟ اللي هو ال. في كام الكترون في المستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ في 5. هنوزع ازاي؟ يلا ادي ال، شمال جنوب شرق غرب شمال. تمام كده يا شباب؟ دي كان نموذج لويس مين؟ النقطي. عايزين نعمل نموذج لويس النقطي لجزيء الميه وجزيء النشادر. هنعمله ازاي؟ جزيء الميه اللي هو مين؟ اللي هو H2O. وجزيء النشادر اللي هو مين؟ اللي هو NH3. تمام كده؟ لازم نعمل ايه هنا في جزيء الميه او جزيء النشادر؟ لازم نحدد الذره المركزيه اللي موجوده فيهم. ذره مركزيه، يعني ايه الذره المركزيه؟ احنا لما مش كنا بنعمل نموذج لويس النقطي كنا بنعمله ذرات، دلوقتي بنعمل نموذج لويس النقطي لمركبات. ومركبات يعني معناها ايه؟ مركب يعني ذره وذره مختلفه او اكتر ذرات مختلفه بنركبهم مع بعض. فهنا عشان اجيب نموذج لويس النقطي لازم اعرف الذره المركزيه. من الذره المركزيه هنا؟ الذره المركزيه اللي هي مين؟ اللي هي ان. ومن الذره المركزيه هنا؟ اللي هي الاو. طب انت عرفت منين ان الذره المركزيه اللي هنا هي الان والذره المركزيه هنا اللي هي الاو؟ الذره المركزيه يا شباب بعرفها ازاي؟ الذره اللي بتعمل روابط اكتر، يعني الذره اللي تكافؤها اكبر. الهيدروجين تكافؤه كام؟ تكافؤه احادي. والنيتروجين تكافؤه كام؟ تكافؤه ثلاثي، واحيانا بيكون تكافؤه خماسي. يعني هو اللي تكافؤه اكبر، يعني هو الذره المركزيه. نيجي هنا، مين هنا اللي تكافؤه اكبر؟ اكيد الاتش ولا الاو؟ الاتش تكافؤه احادي والاو تكافؤه ثنائي، فبالتالي يبقى من الذره المركزيه اللي هي الاو. فانا هجيب الذره المركزيه اللي هي مين؟ اللي هي الاكسجين. الاكسجين عنده ذره كام؟ ب8. نوزع على 1s2 2s2 2b4. نيجي هنا عند 1s كي، هنا يبقى مين؟ ال. مستوى الطاقه الرئيسي الاخير اللي هو مين؟ اللي هو ال. هنحط مين؟ الاو. كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ اللي هو 6. شمال جنوب شرق غرب شمال جنوب. بعد كده عندي كام هيدروجينه؟ عندي 2 ذره هيدروجين، تيجي واحده هنا وتيجي واحده هنا. ليه؟ لان الهيدروجين واحد ب1s1، فهي اصلا موجوده فين؟ هي كي، هو الكترون واحد بس. تمام كده يا شباب؟ فهنا الاو تعمل ايه؟ تعمل مع الاتش الروابط دي كلها. ادي الهيدروجين يعمل مع الاكسجين، وادي الهيدروجين يعمل مع الاكسجين. هنا ده ايه؟ كام الكترون؟ الكترونين. الالكترون جاي من الاتش والالكترون جاي من الاو، يعملوا ايه؟ يعملوا رابطه. وهنا الالكترون جاي من الاتش والالكترون جاي من الاو، يعملوا ايه؟ يعملوا رابطه. فاعرف من كده ان الرابطه بتيجي بكام الكترون؟ بالكترونين. الكترون يجي من الذره دي والالكترون يجي من الذره دي،
ليه؟ لان الذره دي بتساهم والذره دي بتساهم. طب الذره دي بتساهم بكام؟ بالكترون، يبقى الأولى هترد عليها بكام؟ بالكترون. الذره دي هتساهم بكام؟ بالكترون. الأولى هترد عليها بكام؟ بالكترون. ده اسمه ايه؟ نموذج لويس النقطي. نيجي للنشادر. مين الذره المركزيه؟ اللي هي الان عدد ذري كام؟ 7. 1s2 2s2 2b3. اجي على 1s اللي هو مين؟ اللي هو كي. ال 2 اللي هو مين؟ ال. يبقى ده مستوى الطاقه الرئيسي مين؟ الاخير. في كام الكترون؟ 5. فهنحط هنا كده مين؟ الان. يلا شمال جنوب شرق غرب شمال. طيب عندي بعد كده كام هيدروجينه؟ عندي 3 هيدروجين. كل اتش بايه؟ ب 1 اللي هي 1s1. فتيجي تشاي هنا بالكترون. طب تيجي تشاي هنا بمين؟ بالكترون. طب تيجي تشاي هنا مين؟ بالكترون. طب ليه ما عملتش من عند الزوج الالكترونات؟ الزوج الالكترونات هم مع بعض، عملت من عند الالكترونات المفرده؟ لان كل ان هتشارك بايه؟ بالكترون مفرد، عشان الاتش تخش معاه بالالكترون المفرد الثاني فيعمل الكترون مزدوج، لان كل اوربيتال ما بيمشيش غير الالكترون ايه؟ الكترونين اللي هو زوج من الالكترونات. تمام؟ فكده الان تبقى عملت مع الاتش نموذج لويس النقطي بالشكل ده. تمام كده؟ هنا الكترون وهنا الكترون تعمل ربط. رابطه. يبقى اذا كده الرابطه بتيجي بكام الكترون؟ بتيجي بالكترونين. تمام كده يا شباب؟ يبقى كده الرابطه تتم الرابطه بين الذرات المشاركه بكام؟ بالكترونين. ما احنا قلنا المره اللي فاتت الرابطه التساهميه بتحصل ازاي؟ مناصفه بين الذرات. مناصفه بين مين؟ ما بين الذرات. الاتش بيشارك بواحد فالان بتشارك بواحد، الاتش بيشارك بواحد فالاو بتشارك بايه؟ بواحد. وده كان نموذج لويس مين؟ ده كان نموذج لويس النقطي. تمام كده؟ تمام. النهارده هنكمل على نفس نموذج لويس النقطي دي كام مركب ونستنتج منه، وفي درسنا بيتكلم عن ايه؟ هنيجي لمركب اسمه ال H2O زي ما احنا لسه عاملين هنعمله تاني، وال NH3 زي ما احنا لسه عاملين هنعمله تاني، والبي اي سي ال 2 والال اي سي ال والان 2 اتش 4. كل واحد من المركبات دي عايزين نعملها بنموذج لويس النقطي. يلا مين هنا الذره المركزيه؟ هتبقى الذره المركزيه هنا مين؟ الاكسجين. مين هنا الذره المركزيه؟ اللي هي النيتروجين. مين هنا الذره المركزيه؟ اللي هي البي اي. ليه؟ ما هي الاكبر تكافؤ تكافؤها 2 والسي ال تكافؤ احادي. مين هنا الذره المركزيه؟ هتبقى يا ال اي يا السي ال، كل واحد فيهم تكافؤ احادي. مين هنا الذره المركزيه؟ النيتروجين. هنمسك كل مركب على حده ونعمل له نموذج لويس النقطي. فهنمسك ايه؟ المركب الاول اللي هو مين؟ اللي هو H2O. يلا نعمل مين؟ مين الذره المركزيه؟ اللي هي الاكسجين. الاو بكام؟ الاو ب 8. نوزع 8 تاني. 1s2 2s2 2b4. انا عمال بعلمك عشان اعلمك تخرج الالكترونات من مستوى الطاقه الرئيسي ازاي من المستويات الفرعيه. عند ال 1s ده كي، ال2 وال2 اللي هو مين؟ ال. كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ اللي هم 6. شمال جنوب شرق غرب شمال جنوب. تمام. نيجي بعد كده على مين؟ على الهيدروجين. تيجي هيدروجينه تيجي من هنا وهيدروجينه تيجي من هنا. فكده الاكسجين هيعمل الهيدروجين المشاركه دي. تمام كده؟ طيب وادي الهيدروجين وادي مين؟ الهيدروجين. طيب حضرتك شايف ان الهيدروجين مع الاكسجين معاه كام الكترون؟ 2. وصل لتركيب الالكترون النهائي فيها كام؟ الكترونين. والهيدروجين وصل انه يكون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في كام؟ في الكترونين. عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في الاكسجين كام؟ 2 4 6 8. يعني الاكسجين وصل لتركيب الكتروني كام؟ 8 الكترونات. طيب هنيجي بعد كده على مين؟ نيجي على النشادر. النشادر اللي هو مين؟ النشادر اللي هو NH3. تمام كده؟ النيتروجين بكام؟ مين الذره المركزيه؟ اللي هي النيتروجين. النيتروجين بكام؟ ب7. 1s2 2s2 2b كام؟ 3. اجي عند 1s اللي هي مين؟ كي. ال2s مع 2b اللي هي مين؟ ال. يبقى اذا مستوى الطاقه الرئيسي الاخير اللي هو مين؟ اللي هو ال. كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ اللي هو 5. طب هنوزعها ازاي؟ هنحط الان شمال جنوب شرق غرب شمال. ليه؟ لان انا بوزع الخمس الكترونات بتوع مستوى الطاقه الرئيسي الاخير، بوزع الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير لكل ذره من الذرات المشاركه. جميل كده لحد دلوقتي؟ جميل. طيب بعد كده عندي مين؟ بعد كده عندي 3 ذرات هيدروجين. اتش تيجي بالكترونها، اتش تيجي بالكترونها، اتش تيجي بالكترونها. كده عدد الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في الان بكام؟ 2 4 6 8. جميل. عدد الالكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في الهيدروجين كام؟ 2. عدد الالكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في الهيدروجين كام؟ 2. عدد الالكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في الهيدروجين كام؟ هنا 2. تمام. ملاحظين حاجه؟ لسه كده مش الموضوع مش واضح، هيوضح في اللي جاي. طب المركب اللي بعد كده اللي هو مين؟ بعد النيتروجين بعد النشادر، المركب اللي هو بي اي
Cl2. طيب البي اي اللي هي الذره المركزيه عنده ذره كام؟ 4. يبقى 1s2 2s2 ادي ال 1s اللي هي كي، 2s اللي هي مين؟ ال. يبقى منشطه الرئيسي الاخير اللي هو ال، عدد الكتروناته كام؟ ب2. فاحنا هنحط من هنا هنحط البي اي اللي هي بكام؟ 1 2. تمام كده؟ تمام. نيجي بعد كده على مين؟ على السي ال. السي ال عنده ذره كام؟ سي ال 17. 1s2 2s2 2b6 3s2 3b5. اجي عند ال1 اس ده كي، 2 اس مع 2 بي ال، 3 اس مع 3 بي ام. انا باخد الارقام اللي شبه بعضها. يبقى مين مستطيل الرئيسي الاخير اللي هو ام اللي فيه كام الكترون؟ 2 و5 كام؟ 2 و5 7. فهنا هحط هنا كده مين؟ هحط هنا السي ال. ها 1 2 3 4 5 6 7. واحط هنا السي ال 1 2 3 4 5 6 7. الله، ده كده ايه اللي هيحصل؟ كده السي ال هما 2 سي ال يا شباب، ذره سي ال وذره مين؟ سي ال. تمام كده لحد دلوقتي؟ تمام. طب البي اي دي نوعها ايه؟ نوعها فلز، والفلز هيحصل له ايه؟ هيفقد. فالالكترون بتاع البي اي هيتفقد ويجي هنا كده. تمام كده؟ الالكترون بتاع البي اي هيتفقد ويجي فين؟ وهيجي عند الكلور هنا. طيب والالكترون الثاني بتاع البي هيتفقد ويجي هنا كده. يبقى الالكترون الاسود ده جاي من عند البي اي، الالكترون الاسود ده جاي من عند مين؟ من عند البي اي. ويكون ايه على السي ال؟ هيكون شحنه سالبه. ليه؟ لان هو اكتسب. ويكون ايه على السي ال؟ هيكون شحنه سالبه. ليه؟ لان هو اكتسب. ويكون ايه على البي اي؟ هيكون شحنه موجبه بس مرتين، ان هو فقط لدي الكترون وفقط لدي مين؟ الكترون. المهم السي ال بقى فيه كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ 2 4 6 8. السي ال بقى فيه كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ 2 4 6 8. البي اي بقى فيه كام الكترون في مستوى الطاقه الاخير؟ البي اي مش هو فقط الاثنين بتوع ال؟ هيبقى مين؟ هيبقى اثنين بتوع ال1 ايه؟ ال1 اس. يعني البي بقى كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ الكترون. انتوا ملاحظين ان انا عمال بايه؟ باكد على مين؟ عدد الكترونات المستوى الطاقه الرئيسي الاخير. فعدد الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير هنا بقى كام؟ 8. عدد الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير هنا بقى كام؟ بقى 8. عدد الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في البي اي بكام؟ ب 2. عدد الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في الان بكام؟ ب 8. طب في كل اتش بكام؟ ب 2. عدد الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في الاو بكام؟ ب 8. عدد الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في الهيدروجين بكام؟ ب 2. طيب المركب اللي بعد منه، المركب اللي بعد منه اسمه ايه؟ اسمه ال اي سي ال. يلا مين ال اي؟ اللي هو اللي اسم عدده ذري كام؟ 3 اللي هو 1 اس 2 2 اس 1. ادا الكي ادا ال. يبقى مين المستوى الرئيسي الاخير اللي هو ال في كام الكترون؟ 1. هنجيب ال اي اللي هو بكام؟ الكترون 1. طيب اللي بعد كده مين؟ اللي بعد كده السي ال. السي ال بكام؟ 17. عيد وزيد في التوزيع علشان الموضوع يبقى ماشي معاك بالراحه. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 5. اجي هنا ده كي 2 مع 2 اللي هو ال، 3 مع 3 اللي هو ام. مستوى الطاقه الرئيسي الاخير اللي هو مين؟ اللي هو ام. كم الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ 7. فهنحط هنا كده مين؟ سي ال. هنحط كم ذره سي ال؟ واحده بس، لان هي سي ال واحده بس. فيها كم الكترون؟ فيها 7. يلا 1 2 3 4 5 6 7. طب ال اي فلز والسي ال لا فلز، فال اي اللي يحصل له؟ هيفقد كم الكترون؟ هو الكترون واحد بس. طب هيفقده ازاي؟ اهو هيجي الالكترون هنا، فاصبح السي ال هياخد شحنه مين؟ سالبه لان هو اكتسب. والال هياخد شحنه مين؟ هياخد شحنه موجبه عشان هو فقد. اصبح كم الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في الكلور؟ 2 4 6 8. اصبح كم الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في ال اي؟ موجب 2. لان هو فقد مين؟ فقد ال اللي هي 2 اس 1. يبقى عنده كم الكترون؟ 2. يبقى كده السي ال بقت فيها 8 والال اي بقت فيها كام؟ بقت فيها 2. ملاحظين حاجه دلوقتي؟ يبقى كل الذرات بتوصل لكام في الاخر؟ 8 الكترونات، ما عدا مين لحد دلوقتي؟ ما عدا الليثيوم وما عدا البريليوم وما عدا الهيدروجين. طب نخش على اخر مركب، اخر مركب اللي هو مين؟ اخر مركب اللي هو N2H4. N2H4 من الذره المركزيه اللي هي النيتروجين. اللي N بكام؟ يلا N ب7. وزع يلا 1s2 2s2 2b3. اجي عند ال1 اس اللي هي كي 2 مع 2 اللي هو مين؟ ال. يبقى مين مستوى الطاقه الرئيسي الاخير اللي هو ال؟ كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ 5. هنجيب الان. طب يا مستر ده انا عندي 2 ان، فهنحط 2 هنا وان هنا. تمام كده الكلام؟ تمام. كم الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في كل ان؟ 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. تمام كده؟ تمام. طيب بعد كده اللي هيحصل؟ عندي كام هيدروجين؟ عندي 4 ذرات هيدروجين. واحد تيجي من هنا، واحد تيجي من هنا، واحد تيجي من هنا، واحد تيجي من هنا.
ما كل ذره نيتروجين عليها 2، ما انا مش هاخد 3 عند نيتروجين واسيب الثانيه، لا بالتساوي عشان يبقى المركب مستقر. زي ما في 2 ان يبقى ده واخد 2 وده واخد 2 وكده مركب مين؟ مستقر. عد كده معايا كم الكترون هنا في الان؟ مش الان شاركت مع الاتش دي والاتش دي والان اللي جنبها؟ شاركت مع ذره الهيدروجين دي وذره الهيدروجين دي والان اللي جنبها. تمام كده؟ طيب كده كم الكترون؟ 2 4 6 8 في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير للان، وكل اتش فيها كام؟ كل اتش فيها 2. طيب هنيجي على ذره النيتروجين الثانيه، النيتروجين دي شاركت مع الاتش دي ومع الان دي ومع الاتش دي، اصبح كم الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في الان الثانيه؟ 2 4 6 8، وكل هيدروجينه بكام؟ وكل هيدروجينه ب 2 الكترون. فانا ملاحظ كده كل المركبات اللي عملتها حتى الان لازم يوصل لمستوى الطاقه الرئيسي الاخير يبقى فيه كام الكترون؟ يبقى فيه 8، ما عدا مين؟ ما عدا البريليوم، ما عدا الليثيوم، ما عدا الهيدروجين. لما البريليوم فقد اصبح كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ 2. الليثيوم لما فقد الكترون اصبح كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ 2. الهيدروجين لما اكتسب او شارك لا بقى في كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ 2. يعني معنى كده كل الذرات بتوصل ل 8 ما عدا الليثيوم والبريليوم والهيدروجين. 8 ايه؟ 8 الكترونات. يبقى اللي احنا استنتجناه هنعمل ايه؟ هنسجله. يبقى على مين؟ باستثناء او بخلاف. بخلاف مين؟ الهيدروجين والليثيوم والبريليوم تميل جميع الذرات للوصول للتركيب كام في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ للتركيب 8 الكترونات، اسمه التركيب الثماني. التركيب الايه؟ التركيب الثماني. يبقى بخلاف الليثيوم والهيدروجين والبريليوم، باستثناء الليثيوم والهيدروجين والبريليوم، ايه اللي بيتم؟ ان كل الذرات بتوصل تبقى كام في الاخر؟ تبقى 8 الكترونات، ما عدا مين؟ ما عدا الليثيوم والهيدروجين والبريليوم. اي حد فيهم يعوز يوصل لكام؟ 8 الكترونات في مستوى الطاقه الرئيسي لمين؟ اخر 8 الكترونات. علشان كده النظريه دي اتسمت بنظريه مين؟ بنظريه الثمانيات. نظريه الثمانيات كنايه عن ان لازم يكون كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ 8، بس ما عدا كام ذره؟ ليثيوم، بريليوم، هيدروجين. طب هي 8 الكترونات فتبقى الكترونيه. طب ال8 الكترونات دول موجودين فين؟ في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير. مستوى الطاقه الرئيسي الاخير اللي احنا بندلعه بمين؟ مستوى التكافؤ. فعشان كده ممكن تتسمى بالنظريه الالكترونيه، كنايه عن ال8 الكترونات للتكافؤ. ان ال8 الكترونات دول ما بيبقوش موجودين غير في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير اللي هو مستوى التكافؤ. يبقى نظريه الثمانيات او النظريه الالكترونيه للتكافؤ ده النص بتاعها. مين اللي عملها؟ واحد اسمه لويس وكوسل. يبقى نظريه الثمانيات اللي هي الالكترونيه التكافؤ اللي عملها لويس وكوسل، هو بتنص على ايه؟ بخلاف. جبنا الكلام ده منين؟ ما نحفظهوش الكلام ده، احنا استنتجناه من اللي احنا وضحنا بيه بالرسم بتاع نظريه الثمانيه، نظريه لويس النقطي او نموذج لويس النقطي. بخلاف الهيدروجين او البريليوم والليثيوم اللي هيحصل كل الذرات توصل لكام؟ ل8 الكترونات في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير. في حاجه صعبه كده يا شباب؟ تمام. طيب اتفقنا مع بعض المره اللي فاتت ان ده ايه؟ ده هيعمل رابطه فهيتسمى بمين؟ زوج ارتباط. طيب ده عمل رابطه ما عملش رابطه فهيتسمى بمين؟ بزوج حر. يبقى ده زوج ارتباط، زوج ارتباط، زوج ارتباط، زوج ارتباط، عامل روابط. انما ده زوج حر وده زوج مين؟ وده زوج حر. الله، يبقى عدد ازواج، وكلمه زوج يعني الكترونين. ما احنا اتفقنا من شويه ان الرابطه بتتم بكام الكترون؟ بالكترونين. الكترون من الذره دي مع الكترون من الذره الثانيه اللي مشاركه معاها. جميل؟ فيبقى زوج ارتباط بكام الكترون؟ بالكترونين. يبقى ليه بيقول لك كده عدد ازواج الارتباط بكام؟ 1 2 3 4 5. يبقى هنا في كام؟ 5 ازواج ارتباط. طب كام زوج حر؟ 2. يبقى 2 زوج حر. طيب 5 ازواج ارتباط اللي هم فين؟ ما بين 1 2 3 4 5. كام زوج حر؟ 2. تمام؟ يعني ايه زوج ارتباط؟ يعني الزوج اللي مشارك في عمل الربط. يعني ايه زوج حر؟ الزوج مش مشارك في عمل الربط. نيجي هنا للمركب ده. هل هنا في ازواج ارتباط وازواج حره؟ هنا عشان خاطر مركب ايوني.
ايون موجب وايون سالب. هنا هنيجي هنا برضو ده مركب مين؟ ايوني، بس غلبت عليه الخواص التساهميه. طيب ليه؟ لان فرق السلبيه الكهربيه اقل من 1.7. لو جينا هنا كده على النيتروجين، على الهيدروجين، هو جزئين نشادر. طيب الزوج ده زوج مين؟ زوج ارتباط. الزوج ده زوج ارتباط. الزوج ده زوج ارتباط. الزوج ده زوج حر. يبقى كام زوج ارتباط؟ يبقى 3 ازواج ارتباط وزوج واحد حر. حلو كده؟ يبقى كده بنحدد الذره المركزيه، عدد ازواج ارتباط، عدد الازواج مين؟ الحر. نيجي على جزيء الميه، هنا زوج ارتباط، زوج ارتباط، زوج حر، زوج حر، يبقى 2 زوج ارتباط و2 زوج حر. تمام كده؟ يبقى 2 زوج ارتباط و2 زوج مين؟ و2 زوج حر. يبقى احنا نعرف نجيب عدد زوج الارتباط وعدد زوج الحره لما نرسم بنموذج لويس النقطي. فلما جينا رسمنا بنموذج لويس النقطي لقينا ان كل الذرات بتوصل ل 8 في مستوى التقليص الاخير ما عدا الليثيوم والهيدروجين والبريليوم. وقدرنا نحدد ازواج الارتباط والازواج مين؟ والازواج الحره. وقلنا ان زوج الارتباط هو الزوج، اوصف اللي انت شايفه، المشارك في عمل الربط، هو ده اللي انا شايفه. والزوج الحر هو الزوج الغير مشارك في عمل الربط. ده الفرق ما بين زوج الارتباط وزوج مين؟ والزوج الحر. حلو كده لحد دلوقتي؟ تمام. طب احنا مش هنفضل كل مره نعمل ازواج الارتباط نقول زوج ارتباط يعني زوج مشارك في عمل الرابطه، وزوج حر زوج غير مشارك في عمل الرابطه. طب والعمل؟ قال لك تعالى نعملها باختصارات. باختصارات ازاي؟ قال هنختصر لكل حاجه في المركب برمز. هو ايه اللي موجود في المركب؟ انا موجود عندي في المركب ذره مركزيه، موجود عندي في المركب ازواج ارتباط، موجود عندي في المركب ازواج حره، فكل واحد منهم هنرمز له برمز اللي هو من الرمز. قال لي الاي دي هرمزها لمين؟ رمز الذره المركزيه. تمام كده؟ طيب الاكس هرمز له بمين؟ ده رمز ازواج الارتباط. طيب الاي دي هرمز لها بمين؟ دي رمز الازواج الحره. بيبقى الرمز عامل كده باختصاره كده موجود جنب بعضه A X N E M. مين الان دي عدد ازواج الارتباط. مين الام دي عدد الازواج الحره. يبقى عدد ازواج الارتباط وعدد ازواج الايه؟ عدد الازواج الحره. في حاجه صعبه كده لحد دلوقتي؟ محتاجين نعمل بقى لكل مركب من ده اختصاره عامل ازاي؟ عدد ازواج الارتباط وعدد الازواج مين؟ الحره. طب ايه اللي هيحصل؟ هنيجي على مركب اللي هو مركب الهيدرازين زي ما احنا شايفين كده، عايزين نجيب عدد ازواج الارتباط وعدد الازواج الحره وهنعمل الاختصار بتاعه. كم ذره مركزيه كده معايا؟ ذره مركزيه وذره مركزيه، يبقى ايه؟ A2، ما ذرتين مركزيه. طيب كم زوج ارتباط؟ 1 2 3 4 5، يعني اكس كام؟ 5. كم زوج حر؟ 2، يعني E2. يبقى الاختصار بتاع الهيدرازين المركب ده اسمه الهيدرازين. المركب ده اختصاره ايه؟ A2X5E2. جميل كده الكلام؟ جميل كده الكلام. تعالى نعمل اختصار لمركب النشادر. كم ذره؟ كم ذره مركزيه؟ واحده اللي هو مين؟ اللي هي الايه. كم زوج ارتباط؟ 3 يبقى اكس 3. كم زوج حر؟ اللي هو واحد الاي 1. واحد ما بيتكتبش. تمام؟ طيب نعمل لجزيء المي، عايزين نعمل اختصار بتاع جزيء المي. كم ذره مركزيه؟ اللي هي واحده. كم زوج ارتباط؟ اللي هم 2. كم زوج حر؟ اللي هم مين؟ اللي هم 2. يبقى عشان اجيب ازواج الارتباط والازواج الحره والذره المركزيه بنعمل نموذج لويس النقطي، هو اللي بيبين لي كل حاجه. تمام كده؟ تمام. طيب ده كده كان مين؟ كانت نموذج لويس النقطي اللي احنا طلعنا منه نظريه الثمانيات وطلعنا منه الاختصار. طب انا يا مستر عشان اطلع عدد ازواج الارتباط لازم ارسم نموذج لويس النقطي؟ اه، بس ممكن يكون في طريقه ثانيه نقدر نجيب منها عدد ازواج الارتباط من غير ما ارسم نموذج لويس النقطي، اللي هي ايه بقى؟ طريقه
الحصول على عدد الازواج، عدد ازواج الارتباط، على عدد ازواج الارتباط من غير رسم نموذج لويس النقطي. طب الطريقه دي بنعملها ازاي؟ في 4 خطوات بنجيبهم. اول خطوه بجيبها اللي هي مين؟ بجيب عدد الالكترونات التي يتشبع، ركز كده بيها في كل كلمه، بها المستوى الرئيسي الاخير في الذرات الايه؟ المشاركه. لا تاني، بجيب الذرات المشاركه مثلا ولكن NH3، الذرات المشاركه ذره نيتروجين وثلاث ذرات هيدروجين. ذره النيتروجين انت بتتشبعي بقد ايه في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ يا ذره هيدروجين كل ذره فيكم بتتشبع بقد ايه في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ هنحسبها دلوقتي. طيب الخطوه الثانيه بجيب مين؟ بجيب عدد الالكترونات الموجوده اصلا في المركب في المستوى الرئيسي الاخير في الذرات المشاركه. يبقى بجيب عدد ذرات عدد الالكترونات اللي بيتشبع بها كل مستوى الطاقه الرئيسي الاخير في الالكترونات المشاركه في الذرات المشاركه، وبجيب عدد الالكترونات اللي هي اصلا موجوده في الذرات المشاركه برضه في مستوى الطاقه الرئيسي لمين؟ الاخير. الخطوه الثالثه بجيب مين؟ بجيب الفرق ما بينهم. بعد كده بعمل ايه؟ بقسم الفرق على مين؟ على 2. يعني ايه بقسم الفرق على 2؟ ومش احنا اتفقنا ان زوج الارتباط بيحصل بين الالكترونين؟ طب انا عايز اصلا ازواج الارتباط، يبقى هقسم الفرق عدد الالكترونات اللي طلعت دي على الاثنين، لان كل رابطه بتطلع بكام الكترون؟ بالكترونين. يبقى الفرق على 2 ليه؟ لان الرابطه تتكون من الكترونين. تمام كده؟ تمام. تعال بقى ايه؟ نجرب الخطوات دي ونعتمدها. هنعمل في مركب مين؟ وليكن ال H2O. احنا قلنا ال H2 كان فيه ايه؟ كان فيه ذره واحده مركزيه، كان فيه زوجين ارتباط، كان فيه زوجين حر. تعالى نحسب عدد زوج الارتباط من غير ما ارسم نموذج الوصول النقطي. احنا قلنا اول حاجه هنجيبها اللي هي مين؟ هنجيب عدد الالكترونات التي يتشبع بها المستوى الرئيسي الاخير في الذرات الايه؟ في الذرات المشاركه. طب تعال، كم ذره مشاركه؟ الاكسجين مش هي ذره واحده؟ اهي، يبقى عددها 1 في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير بتاع الاكسجين بيتشبع بكام الكترون؟ بيتشبع ب 8. ما احنا اتفقنا كل مستوى الطاقه الرئيسي الاخير بيوصل لكام؟ ل 8 من عدد الليثيوم والهيدروجين والبريليوم. ده اكسجين، يعني لا ليثيوم ولا هيدروجين ولا بريليوم، هنحطه كام؟ ب 8، ان هو بيتشبع ب 8 زائد كم ذره هيدروجين؟ 2 في كل هيدروجينه بتتشبع بكام في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ بالكترونين. تمام كده؟ يبقى هنا 2 في 2، 1 في 8 ب 8 و2 في 2 ب 4. طب 8 و4 مجموعهم كام؟ مجموعهم 12 الكترون. تمام كده؟ تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب عدد الالكترونات الموجوده في المستوى الاخير الرئيسي في الذرات المشاركه. تعالى كده نجيب كم ذره مشاركه من الاكسجين؟ بواحد. في هي الاكسجين اصلا فيها كم الكترون اصلا موجود حاليا؟ في كم الكترون؟ في 6 في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير. ما احنا اتفقنا الاو زائد كم ذره هيدروجين؟ 2. كل ذره هيدروجين فيها كم الكترون اصلا في المستوى الاخير؟ فيها 1. 1 في 6 ب 6، 6 و2 8. 8 مين؟ 8 الكترونات. بعد كده بجيب مين؟ بعد كده بجيب خطوه رقم 3 بجيبها اللي هي مين؟ اللي هو الفرق. فهنجيب الفرق بين مين؟ ما بين اللي موجود اصلا في المستوى الرئيسي الاخير وما بين اللي بيتشبع في المستوى الطاقه الرئيسي الاخير. احنا اتفقنا كان كام الكترون بيتشبع في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ كان كام؟ كان 12، واللي موجود اصلا كام؟ 8. يبقى الفرق اللي هو كام؟ 12 ناقص 8، مجموع الفرق بكام؟ ب4. 4 ايه؟ 4 الكترونات.
طب بعد كده انا عايز مين؟ عدد ازواج الارتباط بيساوي كام؟ عدد ازواج الارتباط الفرق على 2، يبقى 4 على الاثنين فيها كام؟ فيها 2. وبالفعل عدد ازواج الارتباط في المكنه كام؟ كانت 2. لو تفتكر كانت الاو هنا كده 1 2 3 4 5 6، وهنا كانت تيجي هيدروجينه وتيجي هنا كانت تيجي هيدروجينه، فيبقى نعمل ايه؟ انا كده وصلت 8 وصلت 2 وصلت 2، ادي زوج ارتباط ادي زوج ارتباط ادي زوج حر ادي زوج حر. يبقى احنا كده حددنا عدد زوج الارتباط اللي هم كام؟ زوجين ارتباط او رابطتين. طيب مثال كمان عشان خاطر نظبط المعلومه دي وناكد عليها. المثال هو مين؟ النشادر. النشادر كان كام؟ النشادر كان ان 1 2 3 4 5، وتيجي كام هيدروجينه؟ كل هيدروجينه تيجي بالكترونها. تمام؟ فتعمل وصل ل 8 وصل ل 2 وصل ل 2 وصل ل 2، فزوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط، يبقى كام زوج ارتباط كده؟ 3. طب انا عايز احسب عدد زوج ارتباط من غير ما ارسم نموذج الوصول النقطي. قلنا اول خطوه بنعمل ايه؟ بنجيب عدد الالكترونات معايا كده التي يتشبع بها المستوى الرئيسي الاخير في الذرات المشاركه. ما قلتش في الذره المركزيه ولا قلتش، انا بقول في الذرات المشاركه كلها. الذرات المشاركه كلها عايز عدد الالكترونات اللي بتشبع بيها في المستوى الرئيسي الاخير. كم ذره نيتروجين؟ واحده. الان الواحده دي بتتشبع بكام الكترون؟ بتتملي بكام الكترون؟ ب 8. المستوى الرئيسي الاخير بيتشبع ب 8 زائد كم ذره هيدروجين؟ 3. كل ذره هيدروجين بتتشبع بكام؟ بتتملي بكام في المستوى الرئيسي الاخير؟ ب 2. 1 في 8 ب 8 و2 في 3 ب 6. 6 و8 كام؟ 6 و8 14 الكترون. طيب بعد كده بجيب مين؟ بجيب الالكترونات الموجوده اصلا من قبل ما تشارك، يبقى هنجيب لها عدد الالكترونات الموجوده اصلا في المستوى الاخير للذرات المشاركه. طيب كم ذره نيتروجين؟ واحد. يا نيتروجين هو انت كان فيكي كام اصلا من قبل ما تتشبعي؟ يعني من قبل ما تشاركي كان فيكي كام اصلا؟ مش النيتروجين كان 7؟ تعالى كده ادي ان ب 7 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام؟ 2 بي 3 ادا كي وادا ال. يبقى ال كان فيه كام من قبل ما يشارك؟ كان فيه 5. يبقى 1 في كام؟ في 5 زائد كام ذره هيدروجين؟ 3. كل هيدروجين كان فيها كام من قبل ما تشارك؟ كان فيها الكترون، ده اللي كان موجود اصلا. 5 و3 كام؟ 8 الكترونات. طب بنعمل ايه بعد كده؟ بنجيب الفرق. الفرق بكام؟ الفرق اللي هو 14 ناقص 8. 14 ناقص 8 كام؟ 6 الكترونات. تمام؟ طيب بعد كده بعمل ايه؟ بقسم الفرق على 2 عشان اجيب عدد ازواج الارتباط. يبقى عدد ازواج الارتباط بيساوي الفرق اللي انا جبته على الاثنين، يبقى 6 على الاثنين فكام؟ 3 ازواج ارتباط. وبالفعل ما احنا لسه راسمينه دلوقتي وراسمينه من شويه، كام زوج ارتباط؟ طلع 3 ازواج ارتباط. اخر مثال عشان نظبط بيه نحسب عدد ازواج الارتباط من غير ما ارسم نموذج الوصول النقطي. مثال على مين؟ على الهيدرازين. الهيدرازين اللي هو مين؟ N2H4. كان كام ذره مركزيه؟ 2. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، لان النيتروجين مستوى التكرس الاخير فيه كام من قبل ما يشارك؟ في 5. بعد كده تيجي ايه؟ تيجي 3 ذرات هنا ذرتين هيدروجين، ذره هيدروجين، ذره هيدروجين، ذره هيدروجين، فيبقى هنا كام الكترون؟ 8. وهنا كام الكترون؟ 2. يبقى قبل كان ان فيها 5 والاتش كان فيها 1، بعد الان بقت فيها 8 والاتش بقت فيها 2. قبل الان كانت فيها 5، بعد ما شاركت الان بقت فيها 8. قبل الاتش كان فيه 1، بعد ما شارك كان فيه كده كام؟ فيه 2. فده زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط، يبقى 5 زوج ارتباط. وده زوج حر وزوج ايه؟ حر. انا عايز احسب عدد زوج الارتباط من غير ما ارسم نموذج الوصول النقطي ده. اعمل ايه؟ اول حاجه بنجيبها مين يا شباب؟ يلا تكون اكيد بقى كده ايه يعني خدت بالك موضوع. بنجيب مين؟ عدد الالكترونات التي يتشبع، يعني بعد ما شارك يعني اتشبع بها مين؟ المستوى الرئيسي الاخير في الذرات المشاركه كلها. في ذرات الايه؟ المشاركه. يلا كم ذره نيتروجين يا شباب؟ والله الهيدروجين كان فيه 2. طب كل ان بتتشبع بكم الكترون؟ ب 8 زائد كم ذره هيدروجين؟ كانوا 4. كل اتش بتتشبع بكام؟ بتتشبع ب 2.
يبقى 2 في 8 ب 16 و2 في 4 ب 8. 16 و8 كام؟ بيساوي 24 الكترون. طيب الخطوه الثانيه بجيبها هي مين؟ عدد الالكترونات الموجوده اصلا فين؟ في المستوى الرئيسي في الذرات، مش الرئيسي الايه؟ الاخير، في الذرات المشاركه. في الذرات مين؟ المشاركه. يعني ايه الموجوده اصلا؟ يعني هي اللي كانت موجوده من قبل ما اخش يشارك. كم ذره نيتروجين؟ 2. كل ان كان فيها كام من قبل ما تشارك؟ كان فيها 5. زائد كم ذره هيدروجين؟ 4. كل هيدروجين كان فيها كام من قبل ما تشارك؟ 1. 2 في 5 ب 10 و4 في 1 ب 4. 4 و10 14 الكترون. الخطوه رقم 3 بجيب مين؟ بجيب الفرق. الفرق بيساوي ايه؟ الفرق اللي هو مين؟ يعني الفرق اللي هو ما بين الازواج، ما بين عدد الالكترونات اللي بتشبع وعدد الالكترونات اللي موجود اصلا. عدد الالكترونات اللي كان بتشبع بكام؟ ب 24 الكترون. 24. وعدد الالكترونات اللي هي موجود اصلا بكام؟ ب 14. 24 ناقص 14 اللي هي مين؟ 10 الكترونات. طيب اخر خطوه بعمل فيها ايه عشان اجيب عدد ازواج الارتباط؟ بيساوي ايه؟ الفرق اللي انا جبته على كام؟ على 2. 10 على 2 فكام؟ 5. 5 ازواج مين؟ 5 ازواج ارتباط. وبالفعل الهيدرازين هون في 5 ازواج ارتباط. يبقى نقدر نحسب عدد ازواج الارتباط من غير ما ارسم نموذج لوس النقطي بالاربع خطوات دول. عدد الالكترونات اللي بتشبع بيها المستوى الرئيسي الاخير في الذرات المشاركه. يعني ايه تشبع بيها؟ يعني بعد ما دخل في المشاركه. وبجيب عدد الالكترونات اللي موجوده في الصوت الرئيسي اصلا قبل ما اشارك في الذرات المشاركه. وبعد كده بجيب الفرق ما بينهم الاثنين. وبعد كده بقسم الفرق اللي جبته ده على الاثنين. ليه؟ لان الرابطه بتحصل ما بين الكترون وانا عايز عدد ازواج الارتباط. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب لو جيت قلت لك ممكن ترسم لي مركب بي سي ال 5. بي سي ال 5 اللي هو خامس كلوريد الفوسفور. ارسمه لي بنموذج لوس النقطه. عادي جدا. مين الذره المركزيه؟ اللي هي تكافؤها كتير او كبير. من اللي تكافؤه كبير؟ البي تكافؤه ثلاثي او خماسي. السي ال تكافؤه احادي. يبقى مين الذره اللي تكافؤها كبير؟ الفوسفور. يبقى انا هحط هنا الفوسفور هرسمه. يا فوسفور هو انت عددك الذري بكام؟ عيب لما تكون انت في ثانيه ثانوي ومش عارف ان الفوسفور عدده الذري ب 15. تبقى مشكله. عايزين نوزع. يلا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 3. ده مين؟ كي. وده مين؟ ال. وده مين؟ ام. السطح الرئيسي الاخير اللي هو مين؟ ام. في كام الكترون؟ في 5. هذا البي. ها 1 2 3 4 5. في حاجه صعبه لحد دلوقتي كده؟ لا. بعد كده عندي مين؟ عندي سي ال. السي ال بكام؟ السي ال ب 17. نوزع السي ال تحت هنا كده. السي ال بكام؟ السي ال ب 17. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 5. ال 1 اس ده كي. ال 2 وال 2 ال. 3 وال 3 اللي هي ام. السطح الرئيسي الاخير ام. في كام الكترون؟ في 7. يبقى عندي كام سي ال؟ عندي المركب بيقول فيه 5 ذرات كلور. فهجيب هنا ايه؟ هجيب هنا 1 ها 2 3. لازم ابعد الاثنين دول عن بعض عشان هنخشوا. تمام كده؟ واحد هنا واحد هنا. طيب ادي 4 ادي 5. كل ذره كلور في كام الكترون في المسطح الرئيسي الاخير؟ في 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. تمام كده؟ تمام. تعالى كده عايز عدد الالكترونات لكل ذره كلور. هنا كام؟ 2 4 6 8. 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 الله. ما احنا اتفقنا يا شباب مرارا وتكرارا ان كل الذرات بتوصل لكام؟ ل 8. تعال نشوف البي كده في المركب ده. البي هنا ايه؟ مشاركه مع ذره الكلور دي وذره الكلور دي وذره الكلور دي وذره الكلور دي وذره الكلور دي. الله.
عد كده، ما هي البي اللي هي الحمراء الالكترونات الحمراء، والسي الالكترونات السمراء اهي. 2 4 6 8 10. الله، 10؟ ده البي المفروض توصل لكام؟ ل 8. ايه يا عم لويس، ايه يا عم كوسل، رد علينا ازاي البي هنا دي وصلت ل 10؟ مش احنا اتفقنا ان كل الذرات بتوصل ل 8 من عدا الليثيوم والهيدروجين والبريليوم؟ قلنا اه. طب ما الفوسفور لا هي ليثيوم ولا هي بريليوم ولا هي هيدروجين، فبالتالي المفروض توصل 8. هنا وصلت لكام؟ وصلت 10 الكترونات. رد لنا ايه التفسير بتاعكم في الموضوع ده؟ ما عرفوش يردوا. تمام كده؟ يبقى ده اول قصور من نظريه الثمانيات، اللي هي ايه؟ ما قدرتش تفسر الذرات اللي فيها اكتر من 8 الكترونات. تمام كده؟ تمام. طب واحده ثانيه، واحده ثانيه اللي هي مين؟ اللي هو مركب بي اف 3 او بي سي ال 3 او بي ار 3، مش تفرق خالص. بي اف 3 اسمه ثالث فلوريد البورون. من الذره المركزيه؟ والله البورون هنا تكافؤه كام؟ ثلاثي، والاف هنا تكافؤه كام؟ احادي. ما بين الذره المركزيه اللي هي البورون، ادى البي بكام؟ بخمسه. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 1. مستوى الرئيس ده كي، وده مين؟ وده ال. كام الكترون في مستوى الرئيس الاخير؟ 3. نيجي عند الاف، عدد الذري كام؟ 9. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 5. ادا كي، ادا ال. مستوى الرئيس الاخير ال. كام الكترون؟ 5. فاحنا هنجيب مين؟ هنجيب الذره المركزيه. من الذره المركزيه اللي هي البي، كام الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ اللي هم 3. هنعملهم 3، 1 2 3. بعد كده عندي مين؟ عندي الاف. الاف ده 1 2 3. ليه؟ لان المركب عندي مين؟ بي اف 3. طيب يعني 3 ذرات فلور، كل ذره فلور فيها كام في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ في 7. يلا عشان نحسبهم السبعه كده، هنحسبهم السبعه ازاي؟ 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. تعالى يا فلور، كم الكترون في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير؟ 2 4 6 8. كم يا فلور؟ 2 4 6 8. كم يا فلور؟ 2 4 6 8. طيب نيجي عند البورون. كم يا بورون؟ 2 من هنا و2 من هنا و2 من هنا. 2 4 6 6. مش احنا اتفقنا ان كل الذرات بتخش عشان توصل للتركيب الثماني ما عدا الليثيوم والبريليوم والهيدروجين؟ اه. طب الفلور وصل ل 8. طب البورون البورون له ليثيوم ولا هو بريليوم ولا هو هيدروجين؟ ما وصلش ل 8 ليه يا عم لويس؟ ما وصلش 8 ليه يا كوسي؟ ما عرفش يرد. امال بقى كام؟ بقى 6. يبقى برضك من قصور النموذج لويس وكوسل اللي هو نظريه الثمانيات ان هي ما قدرتش تفسر الذرات اللي فيها اقل من 8 الكترونات. يبقى اول قصور من نظريه الثمانيات، لم تفسر كثير من المركبات التي تحتوي على اكثر من او اقل من 8. اكثر من 8 زي البي سي ال 5، اقل من 8 اللي هو زي مين؟ بي اف 3. يبقى اول قصور نموذج لويس وكوسل اللي هو نظريه الثمانيات، بقصور نظريه الثمانيات اللي هو القصور بتاعها لم تستطيع تفسير كثير من المركبات التي تحتوي على أقل أو أكثر من 8 إلكترونات في المستوى الرئيسي الأخير للذرات المشاركة. طبعا قلت لك كثير من المركبات لان مش المركبين دول بس، مش بي اف 3 وبي سي ال 5، ده في مركبات ثانيه كتير. انا بعمل ايه عشان اعرفها؟ برسم نموذج رؤوس النقطه زي ما علمتك، بجيب الذره المركزيه وتوزعها والذرات المشاركه وتوزعها وتشوف المستوى الرئيسي الاخير ايه وتوزعه زي ما انت تشوف وتعد. هيطلع معاك اكتر من او اقل من 8 او بيساوي 8. لو بيساوي 8 يبقى ماشي مع النظريه، اقل او اكبر من يبقى ده قصور لمين؟ نظريه مين؟ الثمانيات. طيب تقدر تقول لي الزاويه بكام ما بينهم؟ ما قدرش. تقدر تقول لي الشكل الفراغي بتاعه شكله في الفراغ بكام؟ ما قدرش.
يبقى تاني قصور من نموذج او نظريه الثمانيات ان هي لم تستطيع تحديد الزوايا والاشكال الفراغيه للمركبات. وطالما في قصور يا شباب يبقى لازم نعمل ايه؟ يبقى لازم في حاجه تانية هتيجي علشان تعالج القصور ده، اللي هو ايه؟ عايز اعالج القصور اللي هو فيه ليه اكتر او اقل من 8، والقصور الثاني ان انا عايز احدد الزوايا والاشكال الايه؟ والاشكال الفراغيه اللي موجوده عندي في المركب. تمام كده؟ تمام. طيب هو المركب اللي احنا عملناه ده كان فيه ايه؟ اي مركب من اللي احنا عملناه كان فيه ازواج ارتباط وفي ازواج حره. ازواج ايه؟ ازواج الكترونات. ما هي الروابط تيجي من ازواج الالكترونات، والازواج الحره برضه الكترونات. طب الالكترونات والالكترونات مش موجوده على الذره المركزيه؟ اه. يعني مثلا زي جزيء النشادر اهو، كان كام الكترون؟ 5 الكترونات. وكم هيدروجينه؟ 1 2 3. فهنا كان ايه؟ ادي الان، وادي مين؟ وادي كل اتش. فده مين؟ دي اسمها الذره المركزيه. ده ايه؟ زوج ارتباط، زوج ارتباط، زوج ارتباط، زوج مين؟ زوج حر. فازواج الالكترونات دي سواء كانت ارتباط او حره موجوده على مين؟ موجوده على الذره المركزيه. والالكترونات دي يعني ايه؟ يعني شحنات سالبه. فسالب جنب سالب جنب سالب جنب سالب يعني يحصل بينهم تنافر. تنافر يعني استقرار قليل. استقرار قليل يعني مركب كده مش مستقر. طب هو المركب بيحب نفسه يكون غير مستقر؟ لا طبعا، المركب بيحب نفسه يكون مستقر، ده منطق. طب المركب بيحب نفسه يكون مستقر ازاي وعليه التنافر ده كله اللي هي ما بين ازواج الالكترونات دي؟ فيبتدي يعمل ايه؟ الموضوع باختصار كمثال بسيط، الذره المركزيه دي انا بوصفها بالام في البيت. الام دي عندها 4 بنات. البنات دول ما بيطقوش بعض جوه الشقه. البنات ما بتطقش بعض، فيعملوا ايه؟ هيبتدوا يتخانقوا، ولما يتخانقوا مع بعض اكتر صوتهم هيعلى، فالجيران هتسمع، يبقى الاستقرار جوه الشقه قليل والتنافر جوه الشقه كبير. طب فالام تعمل ايه؟ يعني ترميهم مثلا؟ ما هو مهما كان الابن او البنت، يعني الام بقى هترميهم؟ مش هترميهم طبعا. امال هتعمل ايه؟ هتبتدي تطبطب على دي وتسيس دي وتسكت في دي. علشان تعمل ايه؟ عشان تمنع؟ لا هي مش هتمنع، بس هتقلل التنافر اللي ما بين البنات جوه الشقه، فبالتالي هتخلي الى حد ما الشقه مستقره. جميل، عشان الجيران ما يسمعوش. فهمتوا المثال ده؟ تعال نطبق على اللي قدامنا دي. الذره المركزيه اللي هي الان. جميل كده؟ جميل. والاولاد اللي هم ذرات الهيدروجين والزوج الحر. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. فايه اللي ما بينهم دلوقتي؟ ده ازواج الكترونات، ازواج الكترونات، ازواج الكترونات، ازواج الكترونات، يعني شحنه سالبه، سالب سالب سالب. فالسوالب دي كلها موجوده على مين؟ موجوده على الذره المركزيه اللي هي الام. طيب والسوالب دي يعني قوه تنافر. طب الذره المركزيه ترمي مثلا زوج من الالكترونات؟ ما هي لو رمت زوج من ازواج الالكترونات دي اصبحت غير مستقره. فهي الكتروناتها ازواج الارتباط، الكتروناتها ازواج حره، هي الكتروناتها ما تقدرش تفرط في واحد فيهم. تمام؟ طب وتعمل ايه؟ فهتبتدي ترتب الازواج دي عليها. هترتب الازواج ده عليها بشكل يعمل ايه في التنافر؟ يقلله. ويعمل ايه في الاستقرار؟ يزوده. جميل كده الكلام؟ جميل. طب هو هنا التنافر تنافر بين مين يا شباب؟ انا شايف تنافر ما بين زوج حر وزوج ارتباط، وشايف تنافر ما بين زوج ارتباط وزوج ارتباط، وفي تنافر ما بين زوج حر وزوج حر. زي مين؟ زي جزيء الميه. ادي ذره الاكسجين اهي، الذره المركزيه 1 2 3 4 5 6. طيب وعندي كم هيدروجينه؟ عندي 2. ادي واحد، ادي الثانيه، فيوصل هنا كام؟ 8. هنا 2، هنا 2. فده زوج ارتباط وده زوج ارتباط وده زوج حر وده زوج مين؟ حر. فانا عندي تنافر ما بين ارتباط وارتباط، وما بين ارتباط وحر، وما بين حر وحر. فهنا في عندي 3 انواع من التنافر. تنافر ما بين ارتباط وارتباط، ما بين ارتباط وحر، ما بين حر وحر. طب ايهما اكثر قوه تنافر؟ هو كلهم فيهم تنافر. طيب هي هتعمل ايه بقى الذره المركزيه؟ هتبتدي تعمل ايه؟ ترتب الازواج دي عليها علشان تقلل تنافر ذرات السكر. ما احنا اتفقنا مش هتقدر ايه تمشي مين؟ مش هتقدر تمشي اي الكترون من الالكترونات دي. ليه؟ الكتروناتها عامله زي الام كده واولادها. هي هتقدر ترمي عيل؟ لا مش هتقدر ترمي عيل من العيال. فبالتالي هنا برضه مش هيقدر يفرط في زوج من الازواج الالكترونات دي، فهيتولد عنده تنافر. هي بتبتدي بقى الذره المركزيه تظبط
الازواج دي وترتيبها عليها بشكل يقلل التنافر ويزود مين؟ الاستقرار. تمام؟ الترتيب ده هيعمل ايه؟ الترتيب ده هيعمل معانا شكل وزوايا. ازاي؟ تعالى كده نشوف. لازم نحدد الاول مع بعض. طيب الاول كده مين فيهم اكثر قوه تنافر؟ هل الارتباط مع الارتباط، ولا ارتباط مع حر، ولا حر مع حر؟ فطبعا هديك مثال تاني. عندي يعني كلبين، بس كلاب مسعوره، تمام، شرسه. اتنين سايبين، وعندي اتنين مربوطين، وعندي اتنين كمان، واحد مربوط وواحد سايب. مين فيهم اللي هيموتوا بعض، هيبهدلوا بعض اكتر؟ اكتر اتنين، اكيد الاتنين السايبين. ومين فيهم اللي الضرر بتاعهم هيبقى اقل شويه؟ اكيد الواحد مربوط مع واحد سايب. ومين اللي مش هيبقى فيه ضرر خالص؟ اكيد الاتنين اللي مربوطين. صح كده؟ فهمنا كده؟ كذلك الامر. ده زوج ارتباط. يعني ايه زوج ارتباط؟ يعني مرتبط ما بين الذرتين. وده مرتبط ما بين الذرتين. وده حر، وده مين؟ حر. سايب سايب، مربوط مربوط مربوط، وسايب مربوط وسايب. فاذا كده مين اكبر قوه تنافر؟ اكيد الحر مع مين؟ مع الحر، الاثنين السايبين. تمام؟ طب مين اقل تنافر شويه؟ اكيد الحر مع الارتباط اللي مربوط وسايب. طب مين اقل تنافر خالص؟ اكيد اللي مربوط مع مين؟ مع المربوط. يبقى كده باللي احنا استنتجناه دلوقتي كده، يبقى زوج حر مع زوج حر اكبر من زوج حر مع زوج ارتباط اكبر من زوج ارتباط مع زوج ارتباط. ده اكبر من ده اكبر من ده في مين؟ في التنافر. حلو كده؟ فدلوقتي يبقى زوج حر مع زوج حر اكبر من زوج حر مع زوج ارتباط اكبر من زوج ارتباط مع زوج ارتباط في مين؟ في التنافر. فالموضوع هيعمل ايه؟ بص معايا وركز في المثال اللي انا هعمله من ده. هنتفق مع بعض ان القلم الاحمر زوج حر، واي الوان تانية غيرهم زوج مين؟ ارتباط. جميل كده الكلام؟ جميل الكلام. يبقى تاني، القلم الاحمر زوج مين؟ زوج حر. تمام؟ ازواج حره. واي اقلام تانية هتبقى ازواج ايه؟ ازواج ارتباط. طب مين الذره المركزيه؟ ايديا. حلو كده؟ حلو. ده مين؟ ايديا. ده مين ده؟ ده كده ايه؟ ازواج ايه؟ ازواج ارتباط. وده مين ده؟ ازواج مين؟ ازواج حر. ركز كده معايا. يبقى ده زوج حر، زوج حر، زوج ارتباط، زوج ارتباط. حلو كده؟ حلو. فدي كلها ازواج الكترونات، يعني شحنات سالبه موجوده على الذره المركزيه اللي هي ايديا. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ ازواج الالكترونات دي شحنات سالبه، فهتعمل ايه؟ تعمل قوه تنافر. فيحصل ايه؟ تنافر بين ده وبين ده، وبين ده وبين ده، وبين ده وبين ده، وبين ده وبين ده، اللي هو مين؟ يحصل تنافر بين حر وحر، اهم، في تنافر ما بينهم. ويحصل تنافر ما بين حر وارتباط، ما بين حر وارتباط، ويحصل تنافر ما بين ارتباط وارتباط. تمام كده؟ طيب مين اكبر قوه تنافر؟ حر مع حر، اللي هم الاثنين دول. تنافر يعني يقربوا من بعض ولا يبعدوا عن بعض؟ ولا تنافر، تنافر يعني ابعد. انا بتنافر، ببعد، فبالتالي ده هيبعدوا عن بعض. فتخيل كده، دول هيبعدوا عن بعض كده. جميل كده؟ تمام تمام. فلما دول يبعدوا عن بعض، ده قرب من ده وده قرب من ده. فلما الحر يقرب من الارتباط، ايه اللي يحصل؟ التنافر يزيد، فالارتباط يبعد. ولما الحر يقرب من الارتباط، التنافر يزيد، الارتباط يبعد. ايه اللي حصل لقيمه الزاويه بين الارتباط والارتباط؟ الزاويه ايه اللي حصل لها؟ الزاويه قلت. الزاويه ايه؟ قلت. يبقى كل ما كانت ازواج الحره بتزيد، التنافر بيزيد، الزاويه بيحصل لها ايه؟ بتقل. جميل كده؟ جميل. في حاجه برضك محتاجين ان احنا نستنتجها مع بعض. يا مستر هي كده الزاويه ما بين ازواج الارتباط بس؟ ليه؟ لان زوج الارتباط مربوط ما بين ذره وذره، زوج الارتباط مربوط ما بين ذره وذره، فاذا عامله زي الضلعين، يبقى بينهم زاويه. انما الزوج الحر مربوط من الذره المركزيه بس، ما فيش ذره ثانيه ربطاها، ما فيش، فبالتالي مش عامل ضلع. والزوج الحر مربوط من الذره المركزيه بس، مش مربوط مع ذره ثانيه، فبالتالي مش عامل ضلع، فبالتالي ما فيش اطراف، فما فيش زوايا. يبقى الزاويه موجوده من مين بس؟ من مين ومين؟ ما بين الازواج الارتباط. مين بيتحكم في قيم الزوايا؟ قوه التنافر. ومن اكثر قوه التنافر ازواج ايه؟ ازواج حر. يبقى كل ما تزيد الازواج الحره بيزيد قوه التنافر، فتقل قيمه مين؟ تقل قيمه الزاويه. عايزين نستنتج، نكتب الملحوظه دي. عايزين نكتبها، يلا نكتبها. يبقى نكتب الملحوظه دي. الملحوظه بتقول ايه بقى؟
بزياده عدد الازواج الايه؟ الحره. تزداد مين؟ قوه التنافر، وتقل قيمه مين يا شباب؟ تقل قيمه الايه؟ الزاويه. وتقل قيمه الايه؟ الزاويه. لان على فكره الزاويه لما بتقل او الزاويه بتزيد او التنافر ما بين النقطتين هيعمل شكل هنبينه دلوقتي. اشكال جميله جدا وهنعملها لك بطريقه سهله جدا جدا من غير ما تحفظ طريقه الاقلام. طريقه ممتازه 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 بفضل الله، هتفيدك. طب احنا برضو طلعنا ملحوظه ثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي الزاويه بتكون ما بين مين ومين؟ بتكون بين الازواج الارتباط. يبقى الزاويه تكون بين او تتكون بين مين؟ بين ازواج الارتباط. يبقى الزاويه اللي بيحصل لها بتتكون بين ازواج الارتباط. حلو كده؟ حلو. طيب هنبتدي نعمل ايه بقى؟ قلنا الازواج دي بتبتدي تعمل ايه؟ بتبتدي تترتب. الازواج دي بتترتب فين؟ بتترتب على الذره المركزيه. مين بيرتبها؟ الذره المركزيه. يبقى تترتب ازواج الالكترونات. ازواج الالكترونات دي سواء ارتباط او حره. تترتب على مين؟ الازواج الالكترونات دي على الذره المركزيه، بحيث بشكل بيعمل ايه؟ يقلل من التنافر ويزيد من الاستقرار. يبقى كل مركب هيرتب ازواج الالكترونات سواء ارتباط او حره بشكل يخلي التنافر قليل والاستقرار مين؟ عالي. فبالتالي هيديني اشكال مختلفه. اشكال مختلفه يعني زوايا مختلفه. يبقى اذا المركبات لما لها اشكال لها قيم زوايا، التنافر اللي عمل الكلام ده كله. علشان كده بنسميها مين؟ بنسميها نظريه تنافر ازواج الالكترونات سواء حره او مرتبطه. لان التنافر ما بين الحر والمرتبط او حر وحر او مرتبط ومرتبط. جميل كده الكلام؟ جميل كده الكلام. عايزين بقى نعمل الحاجات دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمركبات اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. اول مركب انا عايز اعمله اللي هو مين؟ BeCl2. عايز اعرف شكله عامل ازاي وقيم الزوايا عامله ازاي. عايز اعرف مركب اللي هو غير BeCl2 NH3. عايز اعرف مركب زي CH4. عايز اعرف مركب زي H2O. المركبات دي عايز اعرف لكل مركب فيهم شكله الفراغي ايه وقيم الزوايا بنجيبها ازاي. تمام كده؟ تمام. يبقى هعمل لكل واحد، هعمل نموذج لوصل النقط لكل واحد. وبعد ما اعمل نموذج لوصل النقط لكل واحد هجيب الاختصار بتاع كل واحد. ولما اجيب الاختصار بتاع كل واحد هعمل فيه ايه؟ كل واحد فيهم هعمل له عشان اجيب الشكل الفراغي بتاعه. هنجيبه ازاي؟ هنمسك اول واحد اللي هو مين؟ BeCl2. هنعملهم بالعرض يا شباب. تمام كده؟ هنعملهم بالعرض. تمام؟ تمام. كان مين اول مركب عندي؟ كان المركب الاول اللي عندي اللي هو BeCl2. المركب الثاني كان BF3. المركب الثالث NH3 CH4 H2O. هنرسم ده بنموذج الوصول النقطي، نموذج الوصول النقطي، نموذج الوصول النقطي، نموذج الوصول النقطي. كل واحد فيهم نموذج الوصول مين؟ النقطي. مين الذره المركزيه اللي عندي؟ اللي هي الBe. الBe كان عدد ذري كام؟ 4. يلا وزع معايا 1s2 2s2. يبقى مسطح الرئيسي الاخير فيه كام؟ فيه 2. بعد كده عندي مين؟ عندي الCl. Cl و Cl. فهجيب هنا ذره Cl وذره مين؟ Cl. كم الكترون في المسطح الرئيسي الاخير؟ 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. في اللي هيحصل؟ ده هياخد وده هياخد. يبقى ده سالب وده سالب وده موجب كام؟
وده موجب 2. حلو كده؟ حلو. طيب البي اف 3 من الذره المركزيه، الذره المركزيه اللي هي مين؟ اللي هي البي. ادي البي، كم الكترون في السطح الرئيسي الاخير؟ كم؟ ننزلها تحت شويه. ادي البي، كم الكترون في السطح الرئيسي الاخير؟ 3. 1 2 3. كم الكترون كم ذره من ذرات الاف المشاركه؟ 1 2 3 اللي هي البي اف 3. كم الكترون في السطح الرئيسي الاخير في الاف؟ الاف عدد الذري 9. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 5. يبقى كم الكترون في السطح الرئيسي الاخير؟ 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 5. 2 اس و 2 بي، يبقى ده من السطح الرئيسي الاخير اللي هو فيه كام؟ فيه 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. فده يبقى كام؟ ده يبقى كام؟ 8. ده يبقى كام؟ 8. ده يبقى كام؟ 8. تمام؟ ده يبقى كام؟ 6. ها، اضربت زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط. تمام كده؟ نيجي هنا، مين الذره المركزيه؟ الذره المركزيه اللي هي الان. الان هي الذره المركزيه اهي. كم الكترون في المسطح الرئيسي الاخير؟ الان ب 7. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3. يبقى 2 اس و 2 بي اللي هو المسطح الرئيسي الاخير اللي هو فيه 2 و3 يبقى كام؟ 5. 1 2 3 4 5. عندي كام اتش؟ عندي 3. يلا 1 2 1 2 3. كل واحده بكام الكترون؟ بالكترونين. فهنا 8 وهنا 2 2 2. زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط. زوج مين؟ زوج حر. هنعمل السي اتش 4 بنموذج لويس النقطي. مين الاس سي؟ اداء الذره المركزيه اللي هي مين؟ اللي هي سي. كم الكترون في المسطح الرئيسي الاخير؟ السي ب 6. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. 1 اس 2 ده الكي. 2 اس 2 2 بي 2 اللي هو ال. يبقى كده في كم الكترون في المسطح الرئيسي الاخير؟ في 4. 1 2 3 4. بعد كده عندي مين؟ عندي كم ذره هيدروجينه؟ عندي 4. ادي 1 ادي 2 3 ادي 4. ها كده كل الكربون عامل 8 وكل سي عامله كام؟ او كل اتش عامله 2. يبقى زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط، مفيش ازواج حر. اخر واحد اللي هو مين؟ اللي هو ال H2O. مين الذره المركزيه؟ اللي هي الاكسجين. كم الكترون في المسطح الرئيسي الاخير؟ الاكسجين 8. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4. 2 اس 2 و 2 بي 4. يبقى كده المسطح الرئيسي الاخير اللي هو ال في كم الكترون؟ في 6. 1 2 3 4 5 6. تيجي بعد كده مين؟ كم ذره هيدروجين مشاركه؟ 2. ادي الاولى وادي مين؟ الثانيه. كده كم واحد؟ كده بقت 8. كده بقت 2. كده بقت 2. يبقى ده زوج ارتباط زوج ارتباط 2 زوج حر. تمام كده؟ تمام. عايزين نعمل ايه بقى؟ هنجيب الاختصار بتاع كل واحد. الاختصار اللي هو ايه؟ كم ذره مركزيه؟ اللي هي واحده اللي هي ايه؟ كم زوج ارتباط؟ اللي هم 2 اي اكس 2. مفيش ازواج حره، لان الازواج الحره ما بتبقاش موجوده على الذره المركزيه، عشان ما حدش يقول لي يعدي لي الازواج اللي موجوده على الكلور دي يقول لي ده ازواج حره. لا، الازواج الحره لا توجد الا على الذره المركزيه. نسجل الملحوظه دي هنا كده. الازواج الحره لا توجد الا على الذره المركزيه اللي هي اكبر عدد تكافؤ. طيب عايزين نعمل هنا الرمز. كم ذره مركزيه؟ 1. ايه 1؟ كم زوج ارتباط؟ 3. مفيش ازواج حر. كم ذره مركزيه؟ 1. كم زوج ارتباط؟ 3. كم زوج حر؟ 1. كم ذره مركزيه؟ 1. كم زوج ارتباط؟ 4. مفيش ازواج حر. كم ذره مركزيه؟ 1. كم زوج ارتباط؟ 2. كم زوج حر؟ 2. حلو كده كلام. عملنا كده الاختصارات. عايزين نعرف بقى ازواج الالكترونات اترتبت ازاي. مش احنا قلنا النظريه بتاعت اللي هي بتترتب فيها الازواج؟ اهي النظريه بتقول اهي اللي هي مين؟ تترتب ازواج الالكترونات. فانا عايز اعرف ازواج الالكترونات دي اترتبت ازاي. ازواج الالكترونات دي اللي هي مين؟ الحره والارتباط كله مع بعض اترتبت ازاي. فانا هعرف الترتيب ده ازاي. بص كده معايا، عندي ترتيب الازواج وعندي حاجه اسمها الشكل الفراغي. الشكل في الفراغ هيبقى عامل ازاي؟ ترتيب الازواج من اسمها. انا بقول لك ترتيب مين؟ الازواج. قلت لك ازواج ارتباط؟ قلت لك ازواج حره؟ ولا قلت ترتيب الازواج وسكت؟ ترتيب الازواج يعني مين؟ يعني كله مع بعض. تمام؟ طب ترتيب الازواج دي اللي هي مين؟
ازواج ارتباط وازواج حره. ازواج ارتباط كان رمزها مين؟ اكس. ازواج حره رمزها مين؟ اي. الاثنين مع بعض. يبقى لما اقول لك ترتيب الازواج يبقى بعمل مين؟ الاكس والاي اللي هي ازواج ارتباط وازواج ايه؟ وازواج حره. في حاجه صعبه كده؟ طيب لو عندي الاكس والاي بيساوي 2 يبقى ترتيب الازواج ايه؟ خطي. لو عندي الاكس زائد الاي بيساوي 3 ترتيب الازواج ايه؟ مثلث مستوي. لو عندي الاكس زائد الاي بيساوي 4 يبقى ترتيب الازواج ايه؟ رباعي الاوجه. طب بقول كده. طب الشكل الفراغي فاكرين كنت بعمله على ده دلوقتي؟ مين اللي كان بيحدد الشكل وقيم الزوايا؟ مش الازواج الحره؟ قال لي ان كل ما تزيد ازواج حره كل ما كنت التوافر بتزيد، كل ما الزاويه بتقل، كل ما الشكل بيبقى مختلف عن الشكل اللي قبله. يبقى مين اللي بيحدد الشكل في الفراغ اللي انا كنت بعمله على ايديا؟ ازواج الحره. يبقى الشكل الفراغي معتمد على مين؟ على اي. الشكل الفراغي معتمد على مين؟ على الاي. هنكتبه تحت منه عشان يبقى معانا مساحه. يبقى الشكل الفراغي معتمد على مين؟ على الاي. الاي ممكن تكون بصفر، الاي ممكن تكون بواحد، الاي ممكن تكون باثنين. يعني عدد الازواج الحره ممكن ما تكونش موجوده خالص، ممكن يكون في زوج واحد حر، ممكن يكون في زوجين حر. طيب لو انا عندي الزوجه الحره بصفر يبقى الشكل الفراغي ماله؟ الشكل الفراغي رباعي الاوجه المنتظم. طب لو عندي زوج واحد حر يبقى الشكل بتاعي عامل ازاي؟ الشكل الفراغي بتاعي يبقى هرم ثلاثي القاعده. طب لو عندي ازواج حره باثنين يبقى الشكل الفراغي بتاعي ماله؟ الشكل الفراغي بتاعي ماله؟ زاوي. عامل ايه؟ زاويه. تمام؟ تمام. تعالى بقى احنا الكلام ده هنطبقه على الامثله دي. طيب انا عاوز مين هنا؟ عاوز ترتيب الازواج، وعايز بعد كده مين؟ الشكل الايه؟ الفراغي. عايز بعد كده مين؟ الشكل الايه؟ الفراغي. حلو كده؟ تعال نجيب بقى ترتيب الازواج لكل واحد. يلا. ترتيب الازواج هجيبه ازاي؟ بنقول بنجمع اكس زائد الاي. بقول لك ترتيب ازواج يبقى ازواج حره وازواج ارتباط الاثنين مع بعض. كم زوج ارتباط؟ اثنين. كم زوج حر؟ مفيش، يبقى مجموعهم اثنين، يبقى 2 زائد صفر باثنين. طيب تعالى كده نشوف مع بعض ترتيب الازواج بكام؟ مش لما يكون ترتيب الازواج باثنين يبقى ترتيب الازواج ايه؟ خطي. تمام كده؟ يبقى هنكتب هنا ترتيب الازواج ايه؟ خطي. طيب عايزين نجيب هنا ترتيب الازواج بكام؟ ترتيب الازواج بنجيب اكس زائد الاي. اكس بكام؟ ب3 والاي بكام؟ بصفر. يبقى 3 زائد صفر 3. طب تعال نشوف كده ترتيب الازواج لما بيكون ب3 بيبقى ترتيب الازواج عامل ازاي؟ والله لو 3 يبقى مثلث مستوي. يبقى هنكتب هنا ايه؟ نكتب هنا مثلث مستوي. تمام؟ تمام. تعالى هنا ترتيب الازواج ايه؟ اكس زائد الاي. 3 زائد 1 كام؟ 4. تعال نشوف كده لما يكون ترتيب الازواج باربعه بيبقى بكام؟ بيبقى رباعي الاوجه. يبقى هنكتب هنا ايه؟ ترتيب الازواج رباعي الاوجه. تعال نعمل هنا اكس زائد الاي. الاكس باربعه ومفيش اي يبقى 4 زائد صفر باربعه. لما يكون باربعه بايه؟ رباعي الاوجه. طب تعالى هنا اللي هو مين؟ اكس بكام؟ ب2 واي بكام؟ ب2 مجموعهم بكام؟ باربعه. يبقى ترتيب الازواج ايه؟ رباعي مين؟ رباعي الاوجه. في مشكله لحد دلوقتي؟ ده اللي احنا شفناه. طب تعالى نشوف كده ايه الشكل الفراغي. الشكل الفراغي بيقول لك ايه؟ الشكل الفراغي معتمد على الاي. لما يكون الاي بصفر يبقى الشكل الفراغي ايه؟ رباعي الاوجه المنتظم. تعالى كده نشوف. يبقى هنكتب هنا ايه؟ ها الاي هنا بصفر يبقى هنكتب هنا ايه؟ رباعي مين؟ الاوجه المنتظم. تمام؟ خلي بالك. طب هنا الاي هنا بكام؟ الاي هنا برضو بصفر، ما فيش اي يبقى ايه؟ رباعي الاوجه المنتظم. طب هنا في اي واحده يعني الاي بواحد. تعالى كده نشوف الاي بواحد. الاي بواحد تبقى بايه؟ هرم ثلاثي القاعده. تمام؟ يبقى هنا ايه؟ شكله ايه؟ هرم ثلاثي القاعده. طب تعالى هنا مفيش برضك ازواج حره يبقى ايه؟ يبقى رباعي الاوجه
المنتظم. تمام. طب تعالى هنا كده الاي بكام؟ الاي ب 2. تعال نشوف لما يكون الاي ب 2 تبقى بايه؟ الاي ب 2 بيبقى زاوي، يبقى الاي هنا ب 2 تبقى ايه؟ زاوي. حلو كده الكلام؟ حلو. طب هل بقى الشكل الفراغي هنا كده صح ولا غلط؟ يعني هل في الشكل الفراغي همشي على الكلام ده ولا لا؟ هعلمك طريقه دلوقتي بالاقلام، لا هنبص على ترتيب الازواج ولا هنبص على الشكل الفراغي. هعلمها لك بالاقلام، لا هنقول بقى اكس زائد اي بكام ولا الاي بكام والشكل عامل ازاي، علشان هنا الكلام ده، الكلام بتاع الشكل الفراغي ده مش ماشي مع كل الحالات. فانا بالتالي كده انا هضطر ان احفظ، وانا مش عايزك تحفظ لان انا ما بحبش الحفظ. تمام. طب هنعرفها ازاي؟ تعالى كده معايا. هنمسك اول مركب اللي هو مين؟ بي اي سي ال 2. اتفقنا مع بعض كده من شويه ان الاقلام الحمراء دي ده كنايه عن مين؟ ازواج الكترونات حره. اي الوان تانية تبقى مين؟ تبقى ازواج الايه؟ ارتباط. حلو كده؟ حلو. هنيجي كده على المركب الاول اللي هو مين؟ بي اي سي ال 2. الذره المركزيه اللي هي مين؟ البي اي اللي هي ايديا. في كام زوج ارتباط هنا؟ زوجين ارتباط في اداء ايديا. زوجين الارتباط هيبقوا عاملين ازاي؟ هيبقوا عاملين بالشكل كده، بالشكل ده. طب على فكره يا مستر بقى انت ممكن تعملهم كده، هقول لك ماشي تعالى نعملهم كده بالشكل ده. مش ازواج الارتباط قربت قوي من بعض؟ يبقى قوه التنافر هتزيد. طب انا كذره مركزيه عايز ارتب الازواج ده عشان اقلل قوه التنافر، فهعمل ايه؟ يبقى اكبر بعد بينهم اللي هو عباره عن ايه؟ الشكل ده، لان لو كده قربوا فيبقوا ابعد اتنين عن بعض، عملوا بالشكل ده. يبقى الازواج اترتبت ازاي؟ خط. ما فعلا خط اهو، ماشي خط اهو. طب الشكل بقى دلوقتي في الفراغ اهو 3 دي قدامك اهو، الشكل انت شايفه ايه؟ شايفه خط. يبقى اذا هنا الشكل الفراغي مش رباعي الاوجه المنتظم. ليه؟ الشكل اتعمل معايا مين؟ خط. يبقى مش هينفع معايا رباعي الاوجه الايه؟ مش هينفع معايا رباعي الاوجه المنتظم، امال يبقى عباره عن ايه؟ خطي. يبقى برضو الشكل الفراغي بقى مين يا شباب؟ بقى ايه؟ خطي. طب انا كتبت لك ليه كده في البدايه؟ ما انا بقول لك المنهج بيقول لك ايه، بس انا بعلمك من غير ما تحفظ. خطي. حلو كده؟ تمام. تعالى ناخد بالنا في المثال اللي بعده. المثال اللي بعده اللي هو مين؟ بي اف 3. بي ايه؟ بي اف 3. هل في ازواج حره؟ لا. ادي الذره المركزيه اللي هي ايديا. حلو كده الكلام؟ طيب كام زوج ارتباط؟ 3 ازواج ارتباط. شوف هنعملهم ازاي؟ ادي واحد، ادي اتنين، وده مين دلوقتي كده؟ ده قرم احمر. وده كده مين؟ ادي التالت. ركز كده معايا بالشكل ده. طب ما كده بالشكل ده الثلاثه كده اقرب لبعض، فيحصل بينهم قوه تنافر، فده يقل شويه وده تنزل شويه. هيبقى ايه؟ زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط، الثلاثه ازواج ارتباط. يعني الثلاثه تنافرهم قد بعض، ارتباط مع ارتباط وارتباط مع ارتباط وارتباط مع ارتباط، يعني التنافر بينهم قد بعض، فيبتدوا يبعدوا عن بعض بزوايا متساويه زي ما انت شايف كده. فيبقى الازواج اترتبت ازواج كلهم يترتبوا ازاي؟ بده. مش ده كده مثلث؟ طب ما ترتيب الازواج مثلث هو مستر صح؟ اقول لك صح. طب الشكل بقى قدام عينك كده، الشكل في الفراغ عامل ايه؟ الشكل كده قدام عينك كده عامل ايه؟ عامل مثلث. يبقى هنا الشكل عامل ايه؟ عامل مثلث مش رباعي الاوجه المنتظم، يعني برضك الشكل هنا غلط. ما هو الشكل قدامك اللي هو ايه؟ مثلث. يبقى اذا رباعي الاوجه المنتظم ده ايه؟ رباعي الاوجه المنتظم ده غلط. امال ايه؟ هيبقى برضك الشكل ماله؟ مثلث مستوي. في حاجه صعبه كده؟ مفيش حاجه صعبه. طيب نعمل ايه بعد كده؟ نخش على المركب اللي بعده اللي هو مين؟ اللي هو NH3. مين الذره المركزيه؟ الذره المركزيه اللي هي N. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ في ازواج حره. هو انت ليه يا مستر بتسال عن الازواج الحره الاول؟ ليه ما بتسالش عن ازواج الارتباط؟ علشان الازواج الحره هي اللي متحكمه معاه في الشكل، ما هي اللي بتزود التنافر وهي اللي بتقلل قيم الزوايا. يبقى لازم احترم الزوايا الحره احترام اولي. فهعمل ايه؟ ادي الذره المركزيه. واقول لك على حاجه، اول زوج هحطه كمان اللي هو الزوج الحر. الذره المركزيه اللي هي الان اهي. فيها زوج حره؟ زوج واحد اللي هو مين؟ اللي هو القلم الايه؟ القلم الاحمر. تمام كده؟ هحط مين هنا كده؟ القلم الاحمر اهو. تمام كده يا شباب؟ اهو هحطه في المكان ده. يبقى الازواج الحره هتتحط هنا. شايفين كده كويس؟ في اللي في النص ما بين الصباعين والصباعين. ما بحطوش هنا في الاول، لا بحطه هنا كده. ده الزوج الايه؟ الحر. وبعد كده عندي كام رابطه؟ زوج ارتباط. عندي 3 ازواج ارتباط.
أدا واحد، أدا اتنين، أدا التالت. شايفين بعمله ازاي؟ اهو واحد اتنين، التالت برضك ما بين السبعين اللي في النص برضك نفس الكلام بس طالعين لقدام كده. ركز معايا وتعلم معايا. بص مش في البدايه هتيجي معاك بس لازم تتعلم معايا. تمام كده؟ زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط زوج مين؟ زوج حر. حضرتك شايف ايه قدام عينك؟ ده مع ده مع ده عاملين ايه؟ وجه. ده مع ده مع ده عاملين ايه؟ وجه. ده مع ده مع ده من ورا هنا عاملين ايه؟ وجه. ده مع ده مع ده عاملين ايه؟ وجه. يبقى كام وجه كده لحد دلوقتي؟ 4. يبقى الازواج اللي قدامك اترتبت ازاي؟ اترتبت ان هي رباعي الاوجه. طب ما مصر هنا ايه؟ ترتيب الازواج رباعي الاوجه، صح اهو. تمام. تعال نشوف بقى ايه الشكل المين؟ الشكل الفراغي. بص يا باشا معايا، في الشكل الفراغي مش ده زوج حر؟ انا بشيله. بشيله يعني هو مش موجود؟ لا هو موجود بس مش عايز عينك تشوفه. ليه؟ لان هو مربوط من الذره المركزيه بس. ما احنا متفقين ان الزوج الحر مربوط من الذره المركزيه بس، مش مربوط من مين؟ من ذره ثانيه معاه، الذره المركزيه وبس. تمام. فانا هشيل الزوج مين؟ الزوج الحر. الباقي عمل ايه؟ هو موجود، هو مش متشال، هو موجود بس انا مش عايز عينك تشوف. يعني هو التنافر بتاعه ما زال موجود، عشان كده مخلي الباقي كله تحت. فعمل ايه ده يا شباب؟ ده ايه ده؟ مش ده شكل الهرم؟ بالظبط كده. يبقى الشكل الفراغي ايه؟ هرم ثلاثي مين؟ القاعده. نخش بعد كده على المركب بتاع الميثان. الميثان اللي هو مين؟ CH4. طيب مين الذره المركزيه؟ الذره المركزيه اللي هي مين؟ اللي هي السي. ادي السي اللي هي ايديا ذره مركزيه. عندي ازواج حره؟ لا، ما انا بسال عليها الاول. ما عنديش ازواج حر، انما كل الازواج ازواج ايه؟ ازواج ارتباط زي ما احنا شايفين كده. طب هذا الذره المركزيه زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط، والتنافر بينهم كله ماله؟ كله متساوي زي ما احنا شايفين كده. تمام. ده مع ده مع ده وجه. الثاني الثالث الرابع، ده مع ده مع ده وجه. ده مع ده مع ده وجه. وده من ورا هنا وجه. وده مع ده مع ده من تحت ايه؟ وجه. يبقى كده ايه؟ رباعي الاوجه. ففعلا ترتيب الازواج رباعي ايه؟ الاوجه. صح كده؟ صح. طب الشكل في الفراغ عامل ازاي؟ في ازواج حر عشان اشيلها؟ مفيش. يبقى برضك ايه؟ شكله في الفراغ رباعي الايه؟ رباعي الاوجه. هو فعلا رباعي الاوجه ورباعي الاوجه. طب تعالى نخش على الميه. الميه اللي هي مين؟ H2O. طيب H2O دي اللي هي فيها ايه؟ فيها 2 زوج حر و2 زوج مين؟ و2 زوج ارتباط. تمام كده؟ تمام. طب هنعملها ازاي؟ تعالى مع بعض اهو. هنمسك مين الذره المركزيه؟ اللي هي الاو، اللي هي ايديا، الذره المركزيه. كام زوج حر؟ 2 زوج حر. ما احنا اتفقنا بنسال على مين الاول؟ الازواج الحره بتتحط الاول. زوج هحطه هنا وزوج هحطه هنا. الازواج الحره شايفينها؟ وده زوج ارتباط وزوج ارتباط. شايفين بحطه ازاي؟ تمام كده؟ طيب ترتيب الازواج، ده مع ده مع ده عمل وجه. الثاني الثالث الرابع، يبقى ترتيب الازواج رباعي الاوجه. ماشي. طب الشكل الفراغي، قلنا في الشكل الفراغي بنشيل الازواج الحره. مش بنشيلها ان هي مش موجوده، هي موجوده بس انا مش عايز عينك تشوفها. عمل ايه يا شباب؟ مش عمل زاويه؟ زاويه ما بين ضلعين اهو. يبقى الشكل الفراغي برضو طلع ايه؟ طلع زاوي. يبقى كله صح ما عدا مين؟ ما عدا اول مثالين. يبقى يا شباب بالمنطق بقى، هل ده مشي؟ الكلام ده ترتيب الازواج والشكل الفراغي مشي مع كله؟ انت ممكن تقول ترتيب الازواج مشي مع مشي مع كل، انما الشكل الفراغي مشي مع كل؟ لا ما مشيش مع كل. يبقى الاصح يا شباب ان انا اتبع الكلام ده ولا اعمله بطريقه الاقلام دي؟ طريقه الاقلام دي يا شباب طريقه مش حد هيعملها لك، بس صدقني هتفيدك كتير جدا 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 في الاشكال والزوايا. من غير ما احفظ الاشكال وترتيب الازواج عرفت الشكل عامل ازاي، بعمله بايديا. فانت معاك الفيديو، جيب الاقلام واقعد جيب قلمين لونهم احمر والاقلام الثاني اي الوان، وابتدي اعرف ان ده احمر واعمل واغلط وشوفني بعمل ازاي، وعيد الفيديو تاني وعيد اللي انا بعمله تاني واعمل تاني لحد ما تتعلم تعملها. بعد كده هتعملها على الهوا خلاص، ما انتش محتاج تعرف لازم لما الايد تبقى بكام ومش الايد تبقى بكام. انت بتوزع نموذج اسمه النقطي وبتشتغل نموذج اسمه النقطي زي ما احنا شايفين كده، وبنعمله على ايدينا بازواج الارتباط او ازواج الحره اللي هي ازواج الالكترونات عموما. فهيطلع معاك ترتيب الازواج صح ويطلع معاك الشكل الفراغي صح من غير ما تغلط، لان احنا شايفين في الشكل الفراغي ما مشيش مع الكل. تمام كده يا شباب؟ في اي حاجه صعبه كده؟ وبالشكل ده احنا كده قدرنا نعمل ايه؟ قدرنا ان احنا نحدد مين؟ ازواج الارتباط وازواج الحره. قدرنا نحدد الشكل الفراغي وترتيب مين؟ وترتيب الازواج. طيب يبقى لما اجي اقول لحضرتك كده مثلا اختصار زي ده A2 X5 E2، ده معنى ايه؟ والله A2 معناه يا مستر ان في 2 ذره مركزيه.
في 2 ايه؟ ذره مركزيه. طيب اكس 5 ده معناه ان هو ايه؟ عامل 5 ازواج ارتباط. اي 2 معناه ان هو كده عامل عنده زوجين ايه؟ حر. زي مين؟ زي الهيدرازين، كان ان وان اتش 4 وزوجين حر. تمام كده يا شباب؟ طب يا مستر والله بقى انا عايز بقى ترتيب الازواج والشكل الفراغي. عادي اجيبها وسهله، اساس ده ذرات كتير هتعملها ازاي على ايدك؟ ما هو يا محترم ترتيب الازواج والشكل الفراغي بيكون لكل ذره على حده. لو جينا على الان هنا، الان هنا فيها ايه؟ مش فيها زوج حر وثلاث ازواج ارتباط؟ الزوج الحر كان هنا. تعالى كده نعملها عادي جدا. الزوج الحر اهو، وزوج مين؟ الارتباط. زوج الحر وكم زوج ارتباط؟ وثلاث ازواج ايه؟ ثلاث ازواج ارتباط. الزوج الحر اللي انا بعمله الايه؟ بعمله الاول. ادي الزوج الحر بنحطه في النص. كم زوج ارتباط كده عندي؟ 3. 1 2 3. تمام كده؟ فالازواج اترتبت ازاي؟ وجه الثاني الثالث الرابع، يبقى رباعي الاوجه. الشكل الفراغي عامل ايه؟ هرم ثلاثي القاعده. طب والان اللي جنبه نفس الكلام، زوج حر وثلاث ازواج ارتباط. تترتب ازاي؟ رباعي الاوجه. شكل فراغي برضه عامل ايه؟ هرم ثلاثي القاعده. خلاص كده يا شباب؟ فيها حاجه اسمها بالنسبه كده للهيدرازين كده الايه؟ كده كان مركب الايه؟ الهيدرازين. خلاص، وكده بالشكل ده نقدر نحدد الشكل الفراغي وترتيب الازواج لاي مركب كان. لاي ايه؟ لاي مركب. طيب اللي احنا المفروض نخش دلوقتي عليه بقى، هجيب لك مركب زي مين؟ السي او، ومركب سي او 2. ده اول اكسيد الكربون، ثاني اكسيد مين؟ الكربون. اول اكسيد الكربون المركب ده ماله؟ قطبي. طب ثاني اكسيد الكربون غير قطبي، على الرغم من ان ده بيكون من كربون واكسجين وده بيكون من كربون واكسجين، بس ليه ده قطبي وليه ده غير قطبي؟ مين اللي هيفسر لك؟ ارسم نموذج لويس النقطي. تعالى نرسم نموذج لويس النقطي. هنرسم لمين نموذج؟ هنرسم اول واحد اللي هو السي. السي عنده ذره كام؟ ب 6. يلا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. 1 اس 2 ده كي، 2 اس 2 2 بي 2 ده مين؟ ال. يبقى كده كام الكترون في الصوت الاخير؟ 4. 1 2 3 4. نيجي بعد كده على مين؟ على الاكسجين. الاكسجين اللي هو مين؟ او بكام؟ ب 8. يلا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4. 1 اس 2 ده كي، 2 اس 2 2 بي 4 المجموع كام؟ 6. 1 2 3 4 5 6. طب الاو بتعمل كام رابطه؟ بتعمل رابطتين. الالكترون ده مع الالكترون ده يعملوا ايه؟ رابطه. حلو كده الكلام؟ تمام كده؟ تمام. طيب شايفين الالكترون الاحمر ده ايه اللي هيحصل له؟ هيتمسح علشان هيجي اللمادي، هينجذب اللمادي. تمام؟ تمام. وشايفين الالكترون الاسمر ده هيحصل له ايه؟ هيتمسح وينجذب اللمادي. تمام؟ ويعمل ايه؟ رابطه كمان. تمام كده؟ هنا بقى في كام زوج حر؟ في زوجين حر. وهنا في كام واحد حر؟ زوج حر، زوج واحد حر. حلو؟ زوجين حر اكتر من زوج حر، يعني السالب اللي هنا اكبر من السالب اللي هنا، يعني ده سالب جزيئي وده موجب مين؟ جزيئي. ليه؟ مش ده السالبيه بتاعت اللي هو اكبر من السالبيه بتاعت الكربون؟ ازاي؟ ما هنا عليه زوجين الالكترونات الحره، زوجين الالكترونات، يعني 4 الكترونات هنا الكترونين بس. فالمحصله النهائيه ان السالب اللي على الاو هيبقى اكبر من السالب اللي على السي، فعشان كده السالب بتاع الاو اكبر والسالب بتاع السي قليل، عشان كده حط هنا سالب وهنا مين؟ وهنا موجب. فالاو تعمل ايه؟ السالب بتاعها كبير فتشد الكترونات السي ناحيتها وقت اطول فتحط عليها سالب، يعني حصل ازاحه الكترونيه، مشيت منين لفين؟ من السي ناحيه مين؟ ناحيه الاو، عشان كده كون على الاو سالب جزيئي والسي موجب ايه؟ جزيئي، يعني اقطاب موجبه وسالبه، عشان كده بقى مركب مين؟ قطبي. يبقى مركب قطبي ليه؟ لان في فرق في السالبيه الكهربيه، لان فرق في السالبيه الكهربيه ماله؟ كبير، فعمل ايه؟ خد الالكترونات ناحيه الاو اكبر من واحد، اقل من 1.7، فخد الالكترونات ناحيه ذره الاكسجين وقت اطول من مين؟ من السي. تعال نعمل نفس الكلام على مين؟ على ثاني اكسيد الكربون.
ثاني اكسيد الكربون اللي هي مين؟ اللي هي السي. كم الكترون في مستوى التكريس الاخير؟ طب هي الذره المركزيه السي ولا الاو؟ ها، اللي تكافؤه كبير، السي تكافؤه 4، الاو تكافؤه 2، يبقى السي هي الذره المركزيه. 1 2 3 4. طب بعد كده عندي مين؟ عندي او. كم او؟ عندي 2، واحده تيجي هنا وواحده تيجي هنا. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. صح كده؟ فده يعمل مع ده رابطه. طب ما الاو كده محتاجه تعمل رابطتين، في اللي هيحصل؟ الالكترون ده يتمسح ويجي هنا. تمام كده؟ والالكترون ده يتمسح ويجي هنا. فكده هنعمل ايه؟ رابطه كمان. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. طيب ايه اللي هيتم بعد كده؟ هنا يحصل ربط. ماشي. شايفين الالكترون ده اهو؟ ايه اللي يحصل له؟ يتمسح ويجي فين؟ ويجي هنا. طيب وشايفين الالكترون ده اهو؟ ماله؟ يتمسح ويجي فين؟ ويجي هنا. ونعمل ايه؟ رابطه. قال لا، يبقى سي كده عامله 4 روابط، ولو عامله 2 ولو عامله 2، فكده صح؟ ماشي. كام زوج حر؟ زوجين. كام زوج حر؟ زوجين. فالاو عايزه تشد الكترونات السي ناحيتها، والاو عايزه تشد الكترونات السي ناحيتها، وملاحظين ان دي او ودي او. هجيب كده محمد في النص وخلي السيد وعبد الرحمن يشدوه. السيد وعبد الرحمن عزمهم واحد، عافيتهم واحده. السيد بيشد من هنا، محمد بيشد من السيد بيشد من هنا، وعبد الرحمن بيشد من هنا. فمحمد اللي في النص يروح ناحيه مين؟ الاثنين عافيتهم واحده، فده يشد كده وده يشد كده، فمحمد مش هيروح ناحيه حد علشان الاثنين عافيتهم واحده. طب ما هنا السلبيه بتاعت الاو نفس السلبيه بتاعت الاو، يعني قوه الشد بتاعت الاو نفس قوه الشد بتاعت الاو، العزم بتاع او نفس العزم بتاع او. فالكترونات السي تروح ناحيه مين؟ مش هتروح ناحيه حد. فبالتالي الالكترونات مش هتروح ناحيه حد. فهتحط على مين سالب؟ مش هتحط على حد سالب. هتحط على مين موجب؟ مش هتحط على حد موجب. بس السالب اللي هنا قد السالب اللي هنا. يبقى المحصله النهائيه بكام؟ بصفر. محصله مين؟ محصله العزم اللي هنا واللي هنا. اسمه عزم الايه؟ مش اللي هنا ولا اسمه عزم الازدواج. يبقى محصله عزم الازدواج بايه؟ بصفر. تمام؟ علشان كده مش هيكون سالب ولا هيكون موجب. وطالما ما كونش سالب ولا كونش موجب يبقى ايه؟ يبقى قطبي. يبقى مفيش اقطاب، يبقى غير ايه؟ يبقى غير قطبي. يبقى هنا في مركب السي او 2 ايه اللي حصل؟ محصله عزم الازدواج ماله؟ بيساوي ايه؟ صفر. تمام كده؟ فلا يحدث ازاحه الكترونيه ناحيه اي ذره، ولا تتكون اقطاب. فبالتالي يكون المركب غير ايه؟ غير قطبي. انما هنا حدث ازاحه الكترونيه ناحيه ذره مين؟ الاكسجين. وعزم الازدواج لا يساوي الصفر. يبقى اذا المركب ايه؟ قطبي. ايه ده؟ يعني معنى كده اي مركب خطي، ما لو جينا عملنا السي او 2 دي، تعالى نعملها كده، تعالى نعملها ايه؟ الذره المركزيه اللي هي مين؟ اللي هي السي. تمام كده؟ اللي هي ايديا. تمام. والذره المركزيه اللي هي ايديا مالها؟ الذره المركزيه اللي هي السي. ادا الاو وادا الاو، يبقى ده خطي. فالاو دي قد الاو دي، فمش هتشد ناحيه حد. فبالتالي يبقى ايه؟ يبقى عزم الازدواج بصفر. يبقى اي شكل خطي عزم الازدواج يبقى بايه؟ بصفر. فبالتالي يبقى غير مين؟ غير قطبي. تمام كده؟ تمام. طيب فاكرين يا شباب البي اف 3؟ البي اف 3 انا فاكره. تعالى نعمله تاني. يلا نعمله تاني. كانت البي كده، وهنا كان مين؟ كان هنا دي اف اف اف. البي كان فيها كام؟ 3. والاف كان فيه كام؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7. تمام. كان هنا عامل ايه؟ رابطه رابطه رابطه. ركز كده معايا. شوف انا هتتعمل ازاي. اهي البي دي الذره المركزيه اهي. ادي زوج ارتباط زوج ارتباط زوج ارتباط. ركز كده معايا. مش الثلاثه على بعض مساويه؟ ده بيشد كده وده بيشد كده وده بيشد كده. البي تروح ناحيه مين؟ ملاحظ ان دي اف ودي اف ودي اف، يعني الثلاث ذرات عزمهم واحد. فالاف دي تروح ناحيه مين؟
مش هتروح ناحيه حد. يبقى الشكل المنتظم، عزم الازدواج بتاعه بكام؟ عزم الازدواج بتاعه بصفر. يبقى المركب ايه؟ غير قطبي. السي اتش 4، تعالى نعمل السي اتش 4. السي اتش 4 هتعمل ازاي؟ هتعمل بالشكل ده. ادي السي اللي هي الذره المركزيه. ها، 1 2 3 4، احنا بنستنتج مع بعض اهو. طيب كلهم ايه؟ كلهم ازواج ارتباط. ده بيشد كده، ده بيشد كده، ده بيشد كده، ده بيشد في العكس. ها، كل اتنين بيشدوا عكس بعض، فبالتالي كلهم ازواج ارتباط وكلهم عزمهم واحد. يبقى الذره المركزيه تروح ناحيه مين؟ مش هتروح ناحيه حد. يعني رباعي الاوجه منتظم، وخطي منتظم، ومثلث مستوي برضك منتظم. يعني كل الاشكال المنتظمه تبقى ايه؟ مركب ايه؟ غير قطبي. يبقى اي شكل خطي غير قطبي، اي شكل منتظم غير قطبي. يبقى نستنتج في النهايه كده ان اي شكل خطي هيبقى ايه؟ غير قطبي، عشان عزم الازدواج بصفر. اي شكل منتظم هيبقى ايه؟ غير قطبي. ليه؟ لان عزم الازدواج، ايه عزم الازدواج ده يا شباب؟ قلت لك الايه؟ العزم اللي الذرات بتشد فيه ناحيتها. الذره دي عايزه تشد، والذره دي عايزه تشد، والذره دي عايزه تشد. عشان كده ايه؟ الازدواج كله، عزم الازدواج ما بين ده وده 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 كلهم قد بعض، فيبقى بكام؟ بصفر. يبقى عزم الازدواج بيساوي ايه؟ صفر. خلاص كده. وبالشكل كده نقدر نحدد قيمه الزوايا، ونقدر نعرف المركب ده قطبي ولا غير قطبي. اتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم على خير باذن الله تعالى المره الجايه، والمره الجايه نختم فيها نظريات الرابطه التساهميه.